السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا في كل مكان، طلابنا في كل بيت، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلاب ثالثة اعدادي، النهارده انا جاي لك بالمفرمة، مفرمة المراجعات النهائية. المراجعات النهائية ديت ثالثة اعدادي هتخليك مش محتاج تماما انك تبص في اي كتاب لو تابعت ان شاء الله الفيديوهات الجايه. وانا دايما باكد ان الفيديوهات بيبقى عباره عن 3-4 فيديوهات. الفيديوهات ديت فيها امتحانات ان شاء الله بامر المولى متوقعه يا بطل للامتحان النهائي، ومش هيخرج منها امتحانك. كمان هنحل فيها خرايط، كمان هنراجع فيها التاريخ. والنهارده ان شاء الله اول فيديو في سلسله المراجعات، ونبدا بحل التقييمات. وبسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا. الوزير قال ان شاء الله الامتحان مش طالع من التقييمات، فبناء عليه لو انا هقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا سلسله مراجعات، فالفيديو الاولاني النهارده لازم احل لك التقييمات. التقييمات الوزير قال ان مش طالع منها امتحانك، يبقى احنا لازم نركز على تقييمات الصف الثالث اعدادي ونحلها سؤال سؤال وتركايه تركايه. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بالجغرافيا والدرس الاولاني. بيقول لك اكتب مدلول الارقام الموضح على الخريطه. اولى دول العالم انتاجا للقمح. اولى دول العالم انتاجا للقمح جايه هنا ديت يا صديقي دوله الصين. اولى دول العالم انتاجا للقمح الصين. انت لو عايز تحل خريطه انت هتحلها بطريقتين. الطريقه الاولانيه وهي الطريقه ان انت تبص على الخريطه، لكن في طريقه ثانيه انا معلم عليها طلابي في الاونلاين وطلابي في المنصه وفي السنتر، ان انت تكون حافظ المنهج. يعني هنا بيقول لك اولى دول العالم انتاجا للقمح من غير ما ابص الصين. طيب رقم 2 اكمل. تنتج اجود انواع القطن في العالم من دولتين عربيتين. اجود انواع القطن هي دوله مصر ودوله السودان. طب ليه يا مستر احمد مصر والسودان؟ علشان القطن بتاعهم ماله طويل التيله. طب السؤال اللي وراه بيقول لك ما العلاقه بين الزراعه والصناعه؟ طيب هتقول له تدخل بعض المنتجات الزراعيه في الصناعه مثل ايه يا مستر احمد؟ مثل المطاط والقطن. مثل المطاط والايه يا صديقي؟ والقطن. طيب السؤال الرابع بيقول لك بما تفسر الاهميه الاقتصاديه للقمح. القمح هو المصدر يا شباب، المصدر الرئيسي للغذاء على مستوى العالم. يبقى هو المصدر الرئيسي للغذاء على مستوى الايه؟ العالم. رقم 5 بيقول لك دلل على صحه العبارات. على فكره القمح المصدر الرئيسي والرز على المصدر الثاني او المصدر الثاني للغذاء. طيب دلل على صحه العباره. تتصدر اسيا انتاج معظم المحاصيل الزراعيه. ليه اسيا؟ او اديني دليل ان اسيا تنتج معظم المحاصيل الزراعيه. هتقول اسيا اولى الانتاج في القمح، اولى الانتاج في الشاي، اولى الانتاج في المطاط، وكمان هتقول بسبب كبر مساحتها، وبسبب كمان يا صديقي وتنوع المناخ. بس في البدايه قبل ما تكتب له اللي انا قلت لك عليهم دول هتقول ان قاره اسيا هي اولى الانتاج في القمح واولى الانتاج في الشاي واولى الانتاج في المطاط. طيب التقييم الثاني اللي هو على نفس الدرس، الفقره الثانيه بيقول لك اكتب مدلول الرقم موضح على الخريطه. انا علمتك تاني اكبر قارات العالم انتاجا للمطاط، ثاني اكبر قارات العالم. لو انا حافظها من غير ما ابص الخريطه هقول افريقيا. طب انا يا مستر احمد مش عارف اعمل ايه؟ بص لافريقيا. بص بيقول لك رقم 1 فين؟ في القاره اللي هي في النص، يبقى دي قاره افريقيا. هي تاني القارات في انتاج الايه؟ المطاط. قاره مين؟ افريقيا. طيب بيقول لك رقم 2 اكمل. تجود زراعه قصب السكر في كل القارات ما عدا طبعا قاره اوروبا. طب ليه يا مستر احمد قصب السكر بيزرع في كل القارات ما عدا اوروبا؟ بسبب عدم ملائمه المناخ. اوروبا محتاجه مناخ ماله يا مستر احمد؟ اوروبا محتاجه مناخها معتدل، فبتزرع فيها البنجر، ما بتزرعش فيها قصب الايه؟ السكر. طيب هنا رقم 2 ما العلاقه بين الاشجار الاستوائيه واطارات السيارات؟ اطارات السيارات اللي هو الكاوتشات. هتقول يزرع المطاط في الغابات الاستوائيه. هتقول له يزرع الايه؟ يزرع المطاط في الغابات الاستوائيه ويدخل في صناعه اطارات السيارات. ويدخل في صناعه ايه؟ اطارات السيارات. يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. اطارات السيارات، يا رب توب علينا بقى. طيب
بيقول لك رقم 4، بما تفسر توطن زراعه الشاي في قاره اسيا. بص يا سيدي، لو قال لك في الامتحان اي محصول ليه بيتزرع المحصول ده في المنطقه الفلانيه، هتقول بسبب توافر عوامل زراعته. هتقول بسبب توافر ايه؟ عوامل زراعتي. يبقى بسبب توافر عوامل زراعته. هو الشاي محتاج ايه؟ هتقول محتاج هواء رطب، جو مرطب جميل علشان خاطر يرطب عليه، حسب الله ونعم الوكيل. طيب محتاج ايه كمان؟ محتاج تربه خفيفه. محتاج تربه ايه؟ خفيفه. طيب السؤال رقم 5، دلل على اهميه النشاط الزراعي. لو جالك السؤال ده بيقول لك ايه اهميه النشاط الزراعي؟ بتعمل بيها ايه النشاط الزراعي؟ ها؟ اكل يالا، بتلغ بيها يالا. يبقى يدخل النشاط الزراعي كغذاء للانسان. يخش كغذاء لمين؟ للانسان. وبيخش كمان غذاء للحيوان. وبيخش كمان في كماده اهو، كماده خام. كماده ايه؟ خام. يبقى غذاء للانسان، غذاء للحيوان، وبيدخل كماده خام. طيب السؤال اللي بعده، الصف الثالث الاعدادي. طيب التقييم الاخير او الجزئيه الثالثه من الدرس الاول بيقول لك اكتب مدلول الرقم الموضح. ثاني اكبر قارات العالم انتاجا للقطن. وانا ببص كده يالا، ثاني اكبر قارات العالم انتاجا للقطن. لو انا حافظها هقول امريكا الشماليه. طيب لو انا مش حافظها، بص على الخريطه دي، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، افريقيا، اوروبا، اسيا يوليه، استراليا، والقاره القطبيه الجنوبيه هنا اهو. يبقى تاني كده قول ورايا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، افريقيا، اوروبا، اسيا يوليه، استراليا، والقاره القطبيه الجنوبيه. خلصت بقى، ما تعبش نفسك اكيد. لو تعرف تقولهم قولهم في الكومنتات. امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، افريقيا، اوروبا، اسيا يوليه، واستراليا، والقاره القطبيه الجنوبيه. طب هو بيقول لك تاني اكبر القارات العالم انتاجا للقطن، هتقول له مين؟ ما معلم لك يلا على امريكا الشماليه. يبقى تاني اكبر قارات العالم انتاجا للقطن، هتقول له امريكا الايه؟ الشماليه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك رقم 2، اكمل. يعد النشاط الزراعي مصدرا للمواد الخام الزراعيه اللي تدخل في صناعه ايه؟ هو عاوز ماده زراعه بتخش في الصناعه. انت عندك القطن بيخش في الغزل والنسيج، وعندك كمان المطاط. طيب السؤال اللي وراه بيقول لك ما العلاقه بين درجات الحراره وزراعه قصب السكر؟ هتقول له انا لسه قايلها فوق، يحتاج قصب السكر درجه حراره عاليه زي اللي بتجيبها في الامتحان يا موكوس، ومياه وفيره. ومياه ايه؟ وفيره. يبقى قصب السكر يحتاج درجه حراره عاليه وميه ايه؟ كتيره. عشان كده بيتزرع في كل القارات ما عدا قاره اوروبا، لان اوروبا مناخها معتدل. طيب رقم 4، بما تفسر الاهميه الاقتصاديه للبنجر. البنجر هتقول له يدخل في صناعه السكر. وعلى فكره البنجر بنعمل، انت عارف البنجر ده ايه يا اسطى؟ سكر السكر الفراعنه اللي انت بتجيبهم بره تقريبا يعني. هو ده سكر البنجر. سكر البنجر بيبقى ناعم. عارف بقى ليه البنجر المحصول الثاني مش الاولاني؟ عارف ايه سكر قصب السكر؟ قصب السكر ده اللي هو بتاع التموين، كيس السكر بتاع التموين ده قصب سكر. انهي احلى؟ لا بتاع التموين. هتقول لي يا مستر بتاع التموين هو اللي احلى. اقول لك لان قصب السكر بتاع التموين سكر تقيل خشن، لو حطيت منه معلقه يسكر لك الكوبايه وتفضل تقلب فيه علشان يدوب، مليان سكر. اما السكر بتاع بره اللي هو معمول من البنجر سكر خفيف، سكر تحسه سكر بودره. علشان تسكر كوبايه الشاي او تسكر ينسون، تسكر حاجه انت تشربها، محتاج تصب. فهمت؟ طيب السؤال هنا بيقول لك رقم 5، دلل على صحة العبارة. تتصدر الصين دول قارة آسيا في إنتاج عديد من المحاصيل الزراعية. تاني، تتصدر الصين دول قارة آسيا. هي الصين أولى الدول؟ هتقول له الصين أولى الدول في إنتاج القمح، وأولى الدول في إنتاج الشاي. شكرا، ما تحرمش. خش على الدرس اللي بعده، الرعي والثروة الحيوانية والسمكية. طبعا ده واجب، عشان بس الأداء الصفي ده أنا مش عايزه. انا عايز التقييمات. اداء صف انا مش عايزه، انا عايز التقييمات. اهو التقييم الاسبوعي. نبدا من اول ايه؟ الاداء المنزلي الواجب ده مش عايزه، انا عايز التقييم الاسبوعي. ونصلي على النبي ونقول بسم الله. بص يا سيدي، بيقول لك رقم 1، اكتب مدلول الرقم موضح على الخريطه. تاني اكبر دول العالم في تربيه الدواجن. هي واحد دي يلا فين؟
تاني اكبر دول العالم في تربيه الدواجن. واحد فين؟ هي يا مستر احمد تبقى مين؟ الصين اهي. واحد اهي الصين. طيب رقم 2 اكمل. ياتي اكثر من ثلث الانتاج العالمي من الاسماك من دوله. ايه ياتي اكثر من ثلث الانتاج العالمي؟ ثلث الانتاج العالمي من الاسماك بيجي من دوله ايه؟ يبقى ياتي اكثر من ثلث الانتاج العالمي من الاسماك من دوله اكيد الصين، بسبب توافر عوامل صيد الاسماك او بسبب طول سواحلها. طيب هنا بيقول لك اهميه الميه المالحه. اول ما تلمح الميه المالحه هتقول ياتي منها اكثر من نص انتاج الاسماك. نص انتاج السمك بيجي من الميه الايه؟ المالحه. طيب بيقول لك رقم 4 بما تفسر انتشار الراعي البدائي في المناطق الصحراويه. يعني ليه الراعي البدائي موجود في المناطق الصحراويه؟ هتقول بسبب توافر حشائش للمراعي، بسبب توافر الايه؟ الحشائش والمراعي. طيب الحشائش اللي هي بتتغذى على الايه؟ الحيوانات. طيب رقم 5 بيقول لك ما النتائج المترتبه على انتشار المراعي الطبيعيه في استراليا؟ لما بقى في مراعي طبيعيه في استراليا ده ادى لايه؟ هتقول له اصبحت من اكثر الدول المربيه للاغنام. بقى عندها اغنام كتير وخاصه اغنام اسمها المارينو. طيب التقييم اللي وراه الفقره الثانيه من التقييم. السؤال هنا بيقول لك اكبر دول العالم في انتاج الاسماك. رقم 1 اكبر دول العالم في انتاج الاسماك اهي ديت الصين على طول وانت مغمض. طيب رقم 2 اكمل. تشتهر استراليا بانتاج الصوف لوجود ايه؟ هتقول له لوجود اغنام اسمها اغنام المارينو. كان في كرتون بيجي على ام بي سي 3 يلا تلاقي الغنم عامله كده، هي تمشي والفرو يتهز، هي تمشي والفرو يتهز. عارف اللي هو اسمه شون نشيب تقريبا. الكرتون ده شفت الاغنام دي؟ اغنام فيها فرو كتير. الاغنام دي اسمها اغنام المارينو. اغنام المارينو دي بتعمل ايه؟ بترمي كميه فرو رهيبه. علشان كده الاغنام دي موجوده فين؟ في استراليا. فاستراليا هي من اكتر القارات او من اكتر الدول المشتهره بالايه؟ بتربيه اغنام المارينو. دلل. تتعدد العوامل التي تساعد على تطور صيد السمك. السؤال ده مهم جدا وهتقول له عوامل طبيعيه. ايه هي العوامل الطبيعيه يا صديقي؟ هتقول له والله يا مستر احمد العوامل الطبيعيه زي ضحاله المياه. عارف يعني ايه ضحاله المياه يا صديقي؟ ضحاله المياه معناها او في مقتضاها ان المياه تكون فيها اكل او طحالب لمين؟ للاسماك. 2 من العوامل الطبيعيه. رقم 2 هتقول التقاء التيارات البارده مع التيارات الدفيئه. يبقى تقول له التقاء التيارات البارده مع التيارات الايه؟ الدفيئه. وضحاله الميه دي من العوامل الايه؟ الطبيعيه. طيب في حاجه ثانيه يا مستر؟ ايه هي يا مستر احمد؟ تعالى يا عم وانا اقول لك. من العوامل الطبيعيه ضحاله الميه والتقاء التيارات البارده مع التيارات الدفيئه وتوافر الموانئ الطبيعيه. التقاء التيارات البارده مع التيارات الدفيئه يعني درجه حراره معتدله يعيش فيها السمك. والموانئ الطبيعيه دي انت خدتها في الترم الاول في قاره اوروبا. طيب هل في عوامل ثانيه يا مستر احمد؟ هتقول له ايوه يوجد عوامل بشريه اهو. توجد عوامل ايه؟ يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. اتك كده انا تعبت والله. عوامل ايه؟ بشريه. ايه هي العوامل البشريه؟ هتقول خبرات، توافر خبرات لصيد الاسماك وتوافر الثلاجات. يبقى توافر الخبرات والثلاجات وادوات الصيد الخاصه بالاسماك. السؤال ده مهم واحتمال يجيلك في الامتحان. رقم 4 الاهميه الاقتصاديه للثروه الحيوانيه. هو الثروه الحيوانيه بتفيدني ايه؟ هتقول مصدر لغذاء الانسان. مصدر لغذاء الايه؟ الانسان. طيب بيقول لك هنا قارن بين الابقار والاغنام من حيث الاهميه الاقتصاديه. صلى على النبي. الابقار ده صعب. انت لما بتروح لما ماما تبعتك او بابا يبعتك على الجزار تقول له انا عايز كيلو لحمه او نص كيلو لحمه. انا مش بيجيب كيلو دلوقتي يعني خلينا منطقيين. نص كيلو لحم. النص كيلو لحمه ده يا حبيب قلبي هتلاقي الجزار بيقطع لك حته لحم. شفت الحته اللي بتتقطع دي؟ ده بقر. يبقى المصدر الرئيسي للحوم هو الابقار. يبقى ايه اهميه الابقار؟ هتقول له هي المصدر. مستر احمد المصري قال لي هي المصدر الرئيسي لايه يا مستر احمد؟ للحوم. يبقى هي المصدر الرئيسي لانتاج اللحوم. طيب الاغنام يا مستر احمد هي المصدر
الثاني، هي المصدر الايه؟ الثاني للحوم. بستفيد منها ايه الاغنام بقى؟ هتقول بستفيد من لحومها والصوف بتاعها. دي الاغنام. طيب اولى الدول للبقر الهند. الهند عندها 220 مليون بقره. يا صديقي زي ما انت سمعت الرقم كده، 220 مليون بقره، يعني قد الشعب المصري مره ونص بقر. يبقى الهند تمتلك 220 مليون بقره. تمام. طيب الاغنام، هتقول له اولى الدول للاغنام هي الصين. يبقى اولى الدول للاغنام هي مين يا مستر احمد؟ الصين. طيب الابقار هي مين يا مستر احمد؟ الهند. يبقى اولى الدول للاغنام الصين، اولى الدول للابقار اهو الابقار الهند. طيب السؤال او الفقره اللي وراها، يلا بينا يا صديقي. بيقول لك اكتب مدلول الرقم الموضح على الخريطه. ثاني اكبر دول العالم في انتاج اللحوم. تاني اكبر دول العالم هنا اهو رقم واحد ديت الولايات المتحده الامريكيه. الاولى الصين في اللحوم الحمراء بتنتجها من الخنازير. تاني دول العالم هي الولايات المتحده الامريكيه. يبقى تاني اكبر دول العالم هي الولايات المتحده الامريكيه. طيب اكمل. من الدول الرئيسيه المصدره للاسماك في العالم. ايه هي الدول الرئيسيه اللي بتصدر الاسماك في العالم؟ الصين وايه؟ وهتقول واندونيسيا. الصين وايه؟ واندونيسيا. طيب دلل على صحه طبعا للجلود الحيوانيه اهميه اقتصاديه. هتقول له تدخل في الصناعه. الجلود بتدخل في الصناعه زي الجواكت الايه؟ الجلد. طيب رقم 4، ما العلاقه بين مستوى المعيشه في العالم ومعدل استهلاك اللحوم؟ هتقول ارتفاع مستوى المعيشه. الكلام ده كذب طبعا، بس يعني هنقول المنهج يعني. ارتفاع مستوى المعيشه، الناس يابا معاها فلوس ومرتاحه والعيد داخل كل سنه وانتم طيبين. ارتفاع مستوى المعيشه ادى الى زياده استهلاك اللحوم او زياده الطلب على الايه؟ على اللحوم الحمراء. طيب رقم 5 يقول لك ايه؟ بما تفسر شهره استراليا اهو شهره استراليا في انتاج نسيج الصوف. هي ليه استراليا بتنتج الصوف؟ انا لسه قايلها من فوق، ده بتاع الكرتون. هتقول له بسبب اغنام اسمها اغنام الايه؟ المارينو، اغنام مليانه صوف. وبكده تقريبا احنا خلصنا الفقره الثالثه في الدرس. نخش على اللي بعده. طبعا دوت واجب، وانا قلت الواجب ماليش دعوه بيه، انا هخش على التقييمات. ده الصف، لا انا عايز التقييم. طيب التقييم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك رقم 1 اولى دول العالم في انتاج الحديد. هو معلم لي هنا تبقى دوله الصين. طيب رقم 2 اكمل. يستخدم النحاس في الكثير من الصناعات مثل ايه؟ هتقول له النحاس بيدخل في الاسلاك. يا حول الله يا رب. الاسلاك الكهربائيه، السبوره ملبوسه. الاسلاك الكهربائيه، وكمان بيدخل في صناعه الالات. يبقى بيدخل في ايه وفي ايه؟ في الاسلاك الكهربائيه وكمان في الالات. طيب رقم 3 بما تفسر تركز صناعه الالومنيوم في الدول المتقدمه رغم ندره وخام البوكسيد بيعها. طبعا خليك متفق على حاجه. شفت البوكسيد او البوكسيد؟ البوكسيد ده هو اللي احنا بنعمل منه الايه؟ الالومنيوم، يعني هو الماده الخام للالومنيوم. طيب الالومنيوم ينفع اي حد يعمله يا مستر احمد؟ لا. ليه يا مستر احمد؟ تعال اقول لك. لان الالومنيوم هتقول له هناك عوامل، هناك ايه؟ عوامل لصناعه الالومنيوم. ايه هي يا مستر احمد عوامل صناعه الالومنيوم دول؟ هتقول مصادر. يحتاج صناعه الالومنيوم الى مصادر طاقه. الى مصادر ايه؟ طاقه. زائد يحتاج الى خبرات. يحتاج الى ايه؟ خبرات علميه. ويحتاج الى سوق. السؤال ده مهم جدا. ليه يا مستر احمد السؤال ده مهم؟ لان السؤال ده جه في امتحانات كتير قبل كده. جه في امتحانات كتير. يحتاج مصادر طاقه وخبرات علميه وسوق. تمام؟ طيب رقم 4 بيقول لك دلل على صحه العباره. يعد البترول اهم مصادر الطاقه. ليه البترول من اهم مصادر الطاقه؟ هتقول له لانه يدخل، والسؤال ده مهم، يدخل في التنميه الاقتصاديه
والاجتماعية للدولة. عارف الدولة اللي عندها بترول يبقى اقتصادها قوي، الحاجة فيها رخيصة، وكمان الناس اللي فيها الشعب اللي عايش فيها يبقى كمان أغنياء. يبقى البترول مرتبط بإيه؟ مرتبط بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية للإيه؟ للدولة. طيب رقم 5 يقول لك قارن بين الفحم والغاز الطبيعي من حيث الأهمية الاقتصادية. طيب الفحم يا صديقي من حيث الأهمية الاقتصادية هتقول إيه؟ هتقول كان عميد أهو، كان عميد الثورة الصناعية، كان عميد الثورة، يا حول الله يا رب أنا هغير القلم ده، كان عميد الثورة الصناعية في أوروبا. يعني إيه يا مستر أحمد كان عميد الثورة الصناعية في أوروبا؟ أقول لك يا صديقي، كان عميد الثورة الصناعية في أوروبا معناه إن الفحم كانوا في أوروبا بيعتمدوا عليه اعتماد كلي. طيب الغاز الطبيعي ايه اهميته الاقتصاديه؟ هتقول اهميه الغاز الطبيعي الاقتصاديه، هتقول رخيص الثمن، كمان سهل النقل، وكمان يا مستر احمد غير انه رخيص الثمن وسهل النقل هتقول كمان رخيص الثمن سهل النقل ونظيف. يعني ايه نظيف؟ يعني غير ملوث للبيئه. يبقى يا مستر احمد رخيص الثمن سهل النقل ونضيف، يعني غير ملوث للايه؟ للبيئه. طيب اولى الدول في الانتاج العالمي الفحم يا مستر احمد، اولى الدول الانتاج ليه مين؟ هي الصين والهند. طيب الغاز الطبيعي اولى الدول انتاجا للغاز الطبيعي اهو، هتسد خط كده، اولى الدول للغاز الطبيعي هي الولايات المتحده الامريكيه. هي الولايات المتحده الايه؟ الامريكيه. طيب خش على السؤال اللي بعده. بيقول لك رقم 1 اكبر دول العالم في انتاج الغاز الطبيعي، لسه قايلينها اللي هي اولى دول العالم اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. يبقى رقم 1 هتبقى ايه؟ هتبقى الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده. طيب بيقول لك رقم 2 اكمل ثالث قارات العالم في انتاج الفحم. رقم 2 فين رقم 2 يا مستر احمد؟ مش موجود على الخريطه. يبقى هنا بيقول لك ثالث قارات العالم في انتاج الفحم هي قاره امريكا الشماليه. طيب بيقول لك الاهميه الاقتصاديه للغاز الطبيعي. الاهميه الاقتصاديه لايه؟ للغاز الطبيعي. الاهميه الاقتصاديه للغاز الطبيعي 3 حاجات يا صديقي. رقم 1 يا مستر احمد ايه هي؟ رخيص الثمن. رخيص الايه؟ الثمن، ده رقم 1. رقم 2 ماله يا مستر احمد؟ نظيف. رقم 3 يبقى 1 رخيص الثمن، 2 نظيف، رقم 3 سهل النقل، موجود في كل بيت يا صديقي. ديت اهميات اقتصاديه للغاز الطبيعي. ونخش على التقييم اللي بعد. اخر تقييم عندك اهو. بيقول لك هنا ما المقصود بعمليه التعدين؟ التعدين هو عمليه استخراج المعادن من باطن الارض او بالقرب من سطح الارض. او بالقرب من ايه يا صديقي؟ من سطح الارض. يبقى ايه هو عمليه التعدين؟ هو عمليه استخراج المعادن من باطن الارض او بالقرب من سطح الارض. هنا بيقول لك قارن بين الحديد والبوكسايد من حيث الاهميه الاقتصاديه. طيب الحديد بيخش في صناعه السكك الحديديه. طيب البوكسايد هتقول له بيخش في صناعه الالومنيوم. طيب اولى الدول انتاجا، اولى الدول للحديد انتاجا هي الصين. طيب اولى الدول للبوكسايد انتاجا هي استراليا. اولى الدول للبوكسايد هي مين؟ اهي استراليا. طيب هنا بيقول لك اولى دول العالم في انتاج البوكسايد رقم 1 هتقول له استراليا. رقم 2 بيقول لك اكمل تنتج الكهرباء من الامواج وحركه الماده والجذر. ما دام لقيت مد وجذر في بعض الدول المتقدمه زي دوله مثلا بريطانيا ودوله فرنسا. بس هنا لا، هنا اقول بريطانيا تمام والولايات المتحده. تمام. طيب
رقم 3 بيقول لك بما تفسر الاهميه الاقتصاديه للبترول. ايه هي اهميه البترول؟ انا لسه مجاوبينها فوق، هتقول لي يدخل في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للدوله. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك رقم 4، ما العلاقه بين الغاز الطبيعي والبيئه؟ هتقول له ان الغاز الطبيعي انا لسه قايلها بردك فوق، غاز نظيف ماله غير ملوث للبيئه. يبقى الغاز الطبيعي ماله يا مستر احمد؟ هتقول له غاز نظيف غير ملوث للبيئه. هنا بيقول لك قارن بين النحاس والحديد من حيث الاهميه الاقتصاديه. النحاس يا صديقي انا قلت بيخش في صناعه الاسلاك الكهربائيه. طيب والحديد يا مستر؟ تعال اقول لك الحديد اهميته الاقتصاديه بيخش في صناعه السكك الحديديه. طيب اولى دول العالم النحاس، اولى دول فيها دوله اسمها شيلي. فين شيلي ديت يا مستر؟ في امريكا الجنوبيه. في امريكا الايه؟ الجنوبيه. يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا ما تبقاش يا لهوي ياما. يا اهو امريكا الجنوبيه. طيب يبقى دوله شيلي في امريكا الجنوبيه ده اولى الدول المنتجه للايه؟ للنحاس. طيب الحديد اولى الدول مين يا مستر؟ قول له الصين يا ولاء. يبقى انت عندك النحاس وعندك الحديد. السؤال اللي بعده، ادي بقيتي كل غشاء التقييم اللي بعده. يلا بينا يا ولي. ولي ايوه بس كده هو الشغل. هنا الاقاليم الصناعيه. الاقاليم الصناعيه انت عندك اقاليم حديثه وعندك اقاليم قديمه. هنا بيقول لك ايه هي اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم الجديد؟ يوجد فين؟ في دوله قول له الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الايه؟ الامريكيه. طيب 2 اعد كتابه العبارات بعد تصويب ما تحت الخط. تعد السياحه مقياسا رئيسيا لتطور الشعوب. هتقول له لا يا مستر هي مش السياحه، امال يا مستر هي الصناعه. هي الايه؟ الصناعه. السؤال اللي بعده بيقول لك ما النتائج المترتبه على الوحده الاقتصاديه الاوروبيه؟ الوحده الاقتصاديه الاوروبيه ديت كانت في اقليم يا مستر احمد اسمه اقليم وسط وغرب اوروبا. اقليم فين يا مستر احمد؟ وسط وغرب ايه؟ اوروبا. ايه هي نتيجه الوحده الاقتصاديه؟ صلي بقى على النبي. نتيجه الوحده الاقتصاديه هتقول ادى الى تخفيض الجمارك. ادى الى تخفيض الايه؟ الجمارك. ده رقم واحد. عارف ايه الجمارك؟ الجمارك ديت هي فلوس بتتفرض على البضاعه اللي ما بين الدول. ده رقم واحد. زائد حدوث تكامل اقتصادي. زائد حدوث تكامل ايه؟ اقتصادي. طيب السؤال رقم 4 بيقول لك بما تفسر وجود الصناعات في قليل من الدول الناميه. يعني مستر احمد بيقول لك في الدول الناميه ليه في بعض الصناعات او وجود الصناعات في قليل من الدول الناميه؟ الصناعات ليه موجوده في الدول الناميه في قليله منها؟ ليه الصناعات مش منتشره في الدول الناميه؟ هتقول له بسبب توافر بعض مقومات الايه؟ الصناعه. ايه هي يا مستر احمد مقومات الصناعه؟ مقومات طبيعيه ومقومات بشريه. الطبيعيه مصادر الطاقه والماده الخام، البشريه راس المال والسوق وسياسات حكوميه وخبرات علميه. طيب السؤال الخامس بيقول لك دل على صحه العباره تتعدد المراكز الصناعيه في اقليم روسيا واوكرانيا الصناعي. هتقول في اقليم اسمه اقليم موسكو. اقليم روسيا واوكرانيا الصناعي ده يا حبيبي عباره عن مناطق متباعده. عباره عن مناطق ايه؟ اهو مناطق متباعده. بيجي في الامتحان يقول لك اقليم روسيا واوكرانيا يا صديقي عباره عن ايه؟ قول له عباره عن مناطق متباعده يا مستر. طيب روسيا واوكرانيا في كم منطقه صناعيه؟ هتقول له رقم 1 يوجد به اقليم موسكو. 2 يوجد به اقليم صناعي او مركز صناعي اسمه الاورال، نسبه لان هو قريب من جبال الايه؟ الاورال. يبقى موسكو والاورال. التقييم اللي بعده اكمل. من المواد الخام الرئيسيه اللازمه للصناعه. المواد الخام للصناعه انا عايز مواد خام للصناعه بس مواد خام زراعيه كنا حليناها فوق. هتقول له القطن والمطاط. هتقول له القطن والايه؟ والمطاط. طيب قاعد كتابه العبارات التاليه بعد تصوير ما تحتها خط. الولايات المتحده من الدول التي ظهرت فيها مناطق صناعيه حديثه في قاره امريكا الجنوبيه. غلط. امال يا صديقي بدل الولايات المتحده الامريكيه هتحط له دوله شيلي او الارجنتين او الايه؟ الارجنتين او البرازيل.
يبقى بدل الولايات المتحده شيل الولايات المتحده ترميها في الزباله وهتحط له شيلي او الارجنتين او البرازيل. السؤال رقم 3 بيقول لك ما العلاقه بين التقدم العلمي والصناعه؟ تاني، ما العلاقه بين التقدم العلمي والايه؟ والصناعه. هتقول له تعتمد الدول المتقدمه علميا على الصناعه. هتقول له تعتمد الدول المتقدمه علميا على الصناعه، وحاجه كمان وبسبب وتوافر الخبرات العلميه. توافر الخبرات الايه؟ العلميه احد عوامل البشريه للصناعه، احد العوامل البشريه للايه؟ للصناعه. طيب السؤال رقم كام؟ رقم 4 بيقول لك بما تفسر تطور الصناعه في الدول المتقدمه اكثر من الدول الناميه. شفت الحته دي؟ هتطبقها هنا. ليه الدول المتقدمه في الصناعه اكتر من الدول الناميه؟ هتقول له بسبب توافر عوامل الطبيعيه والبشريه للصناعه. عايز بقى توصف له العوامل الطبيعيه او المقومات الطبيعيه والمقومات البشريه. المقومات الطبيعيه زي ايه؟ ماده خام، مصادر طاقه. طيب وموقع جغرافي. المقومات البشريه هتقول له سوق، راس مال، ايدي عامله، خبرات، سياسات حكوميه. ده فين يا مستر احمد؟ في المقومات البشريه. عايز تسيبها له كده بردك تمام. رقم 5 بيقول لك دلل على صحه العبارات الوحده الاقتصاديه في اوروبا ليها اهميه كبيره. نفس الوحده الاقتصاديه اللي احنا حلينا فوق، تمام؟ الوحده الاقتصاديه في الاوروبيه. هتقول له تخفيض الجمارك. هتقول له تخفيض الجمارك. تخفيض الايه؟ الجمارك. وده رقم ايه يا شباب؟ رقم 1. هتقول له كمان الرقم 2 وحدوث تكامل اقتصادي. وحدوث تكامل ايه؟ اقتصادي. يبقى يا مستر احمد حدوث تخفيض في الجمارك وحدوث تكامل ايه؟ اقتصادي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اكمل. من المناطق الصناعيه في اليابان جزيره اسمها جزيره هونشو. جزيره اسمها جزيره ايه؟ هونشو اليابانيه. ودي جزيره مهمه مغرقه. بص طب اعمل ايه؟ اعمل ايه فيكي؟ يوميات مستر احمد مع السبوره. اعمل ايه؟ قولوا يا شباب لمحسن كده في الكومنتات، قولوا له يا محسن غير السبوره محسن. يبقى جزيره هونشو اليابانيه ديت مهمه بتيجي في الامتحان. قاعد كتابه العبارات. تعد المقومات البشريه اللازمه للصناعه منها راس المال والايدي العامله. تاني، تتعدد المقومات البشريه اللازمه للصناعه منها راس المال والايدي العامله. ايوه حضرتك عاوز ايه يعني؟ حضرته عاوز ايه؟ بيقول لي قاعد كتابه العباره التاليه بعد تصويب ما تحته خط. تتعدد المقومات البشريه اللازمه للصناعه ومنها راس المال والايدي العامله. ايوه ما هي العباره صح. هي مش عباره صح ولا انا يا جدعان؟ تتعدد المقومات البشريه اللازمه للصناعه. ايوه المقومات البشريه راس المال، ايدي عامله، خبرات، سياسات حكوميه. انت عايز مني ايه يا فندم؟ هو تقريبا هو اللي غلط. يعني هو المفروض يقول لك ايه؟ المقومات الطبيعيه اللازمه للصناعه ومنها كذا وانت تصححها. فانت المفروض تعدد المقومات البشريه هي زي ما هي. هي زي ما هي. انتوا هتتجننوا عليا ولا ايه؟ لو انت ملاحظين حاجه انا مش ملاحظها اقول عشان انا مطبق بقالي يومين فانا مش عارف. هل هي فيها حاجه؟ انا شايفها طبيعيه مفيش اي حاجه. يبقى السؤال ده غلطه في الوزاره. انا بطلع غلطات في الوزاره اهو. مش عارف. تعدد المقومات البشريه اللازمه للصناعه ومنها راس المال والايدي العامله. ايوه. ما العلاقه بين تطور التجارب العلميه والصناعه؟ هتقول له تعتمد الصناعه على وجود الخبرات العلميه التي تحدث بالتجارب. طيب السؤال الرابع بما تفسر اهميه. نفس السؤال المره الثالثه والمره الرابعه بحله والسؤال ده مهم. اهميه الوحده الاقتصاديه قولها انت بقى كده. حدوث هيؤدي الى حدوث تكامل اقتصادي. ادى الى حدوث تكامل اقتصادي. ويا مستر احمد غير حدوث تكامل اقتصادي ايه كمان؟ ووحده تمام جمركيه او ادى الى تخفيض الجمارك. وادى الى تخفيض الايه؟
الجمارك. رقم 5 بيقول لك دلل على صحة العبارة ظهرت عديد من المناطق الصناعية الحديثة في كثير من دول العالم. طب اديني مناطق صناعية حديثة، هتقول له جنوب شرق آسيا، وهتقول له كمان منطقة صناعية جديدة زي جنوب افريقيا اللي مشتركة فيها مين؟ اللي مشتركة فيها دولة مصر، وهتقول له كمان استراليا اللي هي اسمها الاوكيانوسية. طيب انا كده خلصت التقييم ده. التدريب الشهري انا كل ده انا حليته فوق، فانا مش عاوز اعيد عليه تاني علشان الكلام ده كله ايه على الله ان شاء الله. يعني انا عايز التقييم، لان الوزير لما جه يتكلم قال يا جماعه التقييمات واحنا لازم نحل التقييمات، فانا بحل معاك التقييم. طيب التقييم يا تقييم. التقييم بتاع الهند او التقييم الاسبوعي. يلا بينا. انا مش عاوز اتك قوي على الخرايط، لان انا هعمل لك فيديو اصلا بحل لك فيه كل الخرايط. يعني انا الخرايط ممكن ما اتكش عليك قوي اللي هي الولايات والهند، لان محافظه القاهره متطبق عليها غير اللي متطبق على اللهم صل على النبي على اسمها ايه، على المنوفيه، على القليوبيه، على اسيوط، على الاقصر. كل محافظه وليها 3 دول. طيب هتلاقي الجدول بتاع كل محافظه بالدول هتلاقيها على الواتس في جروب الواتس اللي انت هتخش. فانا مش عاوز اتك قوي على الخرائط، بس انا هحلها في فيديو لوحده، استنوه. يعني انا الخرائط دي كلها تتحل في فيديو لوحدها. بس تعالى نحل التقييم. بيقول لك هنا امامك خريطه صماء لدوله الهند. انا بحل بناء عن القاهره. هضبه الدكن يمثلها على الخريطه رقم. اول حاجه قبل ما نحلها يا دوله باكستان يمثلها على الخريطه رقم. انا مش شايف ده 1 2 تقريبا، ده 3، يبقى باكستان 2. وهضبة الدكن على الخريطة يمثلها الرقم 3. طيب بيقول لك رقم 2 اختر إجابة. تستورد مصر من الهند. مصر بتاخد ايه من الهند؟ غزل القطن. غزل الايه؟ القطن. السؤال هنا الثلاثة بيقول لك ما العلاقة بين الموقع الفلكي والمناخ في الهند؟ هنا مش عاوزك تقول الموقع الفلكي ايه، يعني هنا مش عايزك اقول لك تمتد من دوائر عرض خطوط. انا مش عاوزها، عاوز حضرتك تكتبها كتر خيرك. ولكن هنا بيقول لك ايه العلاقه بين الموقع الفلكي والمناخ؟ هتقول اصبح مناخ الهند موسمي. اصبح مناخ الهند مناخ ايه؟ موسمي. ودرجه الحراره بتساوي 30 تقل كلما اتجهنا نحو الشمال. كلما اتجهنا نحو الايه؟ نحو الشمال. يا حول الله يا رب. طيب رقم 4 بيقول لك بما تفسر تفوق الهند في صناعة الحديد والصلب. ليه الهند متفوقة في الحديد والصلب؟ هتقول بسبب توافر الفحم ومصادر الطاقة وعوامل الصناعة. طيب السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على تمدد الهند بساحل كبير على خليج البنغال والبحر العربي؟ أول ما يقول لك الهند بتتمتع بساحل كبير هتقول له أدى إلى توافر الأسماك. أدى إلى توافر الإيه؟ الأسماك أو زيادة الثروة السمكية. خد بالك من حاجة، خليج البنغال ده اللي على اليمين السهول الساحلية عن شط البحر بتاع الهند اللي بيطل على خليج البنغال اسمه كوروماندل. اسمه إيه؟ كوروماندل. طيب اما اللي بيطل على البحر العربي، الشط اللي بيطل على البحر العربي اسمه ميلبار. اسمه ايه؟ ميلبار. طيب اللي بعده التقييم اللي وراه بيقول لك امام خريطه صماء للهند واجب. البحر العربي يمثله طبعا رقم 3 البحر العربي. دولة ميانمار يمثلها على الخريطه رقم 1 اللي هو هنا اهو، دي ميانمار، ودوت يا مستر احمد الخليج البحر العربي، ودوت خليج البنغال، ودي جبال الهيمالايا، وديت دولة الصين، وديت دولة بوتان، وديت نيبال. شفت الاكس ديت اهي الدولة دي اسمها بنجلاديش، وديت تقع داخل الهند. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك تستورد مصر من الهند ايه؟ مصر بتجيب من الهند السمسم. طيب ما العلاقة بين مناخ الهند والإنتاج الحيواني؟ الله، هتقول مناخ الهند مناخ موسمي أدى إلى زيادة عدد الأبقار
الى 220 مليون. انت متخيل؟ بيقول لك المناخ في الهند مناسب لتربيه الابقار. اصبحت الهند، هتقول له اصبحت الهند هي رقم واحد في انتاج الابقار بنسبه 220 مليون بقره. طيب اللي بعده بيقول لك بما تفسر شهدت الهند قفزات سريعه في تطور الصناعه. هتقول له بسبب توافر عوامل ومقومات الصناعه. هتقول له بسبب توافر عوامل ومقومات الايه؟ الصناعه. الهند فيها عوامل ومقومات الصناعه وتشرح له المقومات. طيب السؤال رقم 5 بيقول لك ما النتائج المترتبه على افتقاد الهند للبترول ومصادر الطاقه. ليه الهند لما الهند ما بقاش فيها بترول ولا بقى فيها مصادر طاقه، ما عندهمش بترول ولا عندهم كهرباء ولا الكلام ده كله، ده ادى الى ايه؟ هتقول له ادى، ما دام قال لك ما النتائج هتقول له ادى الى قيام الهند بانتاج الطاقة النووية. هتقول له أدى إلى قيام الهند بإنتاج طاقة إيه؟ نووية، أو أدى إلى قيام الهند بإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. بدأوا إن هم يعملوا طاقة نووية. عشان كده الهند رغم إنها دولة نامية إلى إنها وعندها مشكلة سكانية كبيرة إلى إنها تمتلك طاقة نووية. طيب رقم واحد خليج البنغال، أنا لسه كاتبه. خليج البنغال بيمثلوا رقم كام؟ بيمثلوا رقم ده 1 وده 2 وده 3، يبقى يمثلوا رقم 3. جبال الهيمالايا يمثلها رقم 1 فوق. طيب تصدر مصر الى الهند. مصر بتصدر الى الهند ايه؟ توابل ولا شاي ولا سمسم؟ لا، مصر بتصدر للهند الفوسفات. بيقول لك دلل جغرافيا على صحه العبارات الاتيه. تركز السكان في السهول الساحليه والفيضيه في الهند. ليه يا مستر احمد السكان بيتركزوا في السهول الساحليه والفيضيه؟ هتقول له الساحليه بسبب اعتدال المناخ. بسبب اعتدال الايه؟ المناخ اهو، اعتدال المناخ. وهتقول له السهول الفيضيه يا مستر احمد، هتقول بسبب توافر الزراعه. هتقول له بسبب توافر الايه؟ الزراعه. يبقى يا مستر احمد السهول الساحليه بسبب اعتدال المناخ، والسهول الفيضيه بسبب توافر عوامل الزراعه. طيب السؤالين الاخرانيين بيقول لك ما العلاقه بين مصادر الطاقه وهضبه الدكن؟ طيب هضبه الدكن يا مستر احمد هتقول له بيطلعوا منها الفحم. يبقى هضبة الدكن يطلعوا منها الايه؟ الفحم، والفحم يعتبر من مصادر الطاقة. طيب رقم 5 ما النتائج المترتبة على سقوط الأمطار على السواحل الغربية والشرقية في الهند؟ ما دام سقطت الأمطار على السواحل الغربية والشرقية في الهند هتقول له أدى إلى نمو الغابات الموسمية. يعني بدأت تطلع غابات على السواحل الشرقية والغربية للهند. طيب احنا قلنا الدول المقررة على القاهرة. انت عندك دولة الهند، دولة الهند ده رقم 1. عندك رقم 2 دولة نيجيريا، وعندك رقم 3 دولة ألمانيا. يبقى عندك دولة ايه وايه وايه؟ الهند ونيجيريا وألمانيا. الثلاث دول هم اللي مقررين على محافظة القاهرة. فانا هحل التقييم بتاعه. طب يا مستر احمد احنا مش محافظه القاهره، عاوزين حضرتك تحل لنا الدول الثانيه. احلها لك في فيديو لوحده. ركز بقى في الحته دي، فيديو لوحده احل لك فيه الباقي اللي هم البرازيل والولايات، احلهم لك في فيديو لوحده كده اسمه فيديو الخرائط. مع دول برضك هينزل على القناه. عشان كده بقول لك ما تنساش تتابع القناه عشان تتابع الفيديوهات اللي جايه. اللي جايه هتخليك تقفل دراسات. انا هحكي لك على كل حاجه في الدراسات. طيب نكمل ونقول بسم الله. انا كده خلصت الهند. انا بدور على نيجيريا. طبعا البرازيل انا مش هحلها دلوقتي. البرازيل انا مش هحل البرازيل دلوقتي، بس هحلها في الفيديو اللي جاي. انا بقول لك اهو. نخش على نيجيريا. طيب نيجيريا وتقييم الشهر. فين ده اداء صفي؟ مش عايز الاداء الصفي، انا عاوز التقييمات. يا تقييمات يا تقييمات، مدد يا مدد، مدد يا تقييمات، مدد اهو من اول هنا. ده اداء صفي مش عايزه، يبقى التقييمات من اول هنا. صلى على النبي. المفروض من هنا، بس انا احل السؤالين اللي فوق دول. بيقول لك دولة جغرافيا غنية نيجيريا بالمعادن ومصادر الطاقة. المعادن هتقول نيجيريا غنية بالقصدير. القصدير ده بيطلع من هضبة ايه؟ بيطلع من هضبة اسمها هضبة جوس. يبقى القصدير، والقصدير بيطلع من هضبة اسمها هضبة جوز. طيب مصادر الطاقة، هل نيجيريا فيها مصادر الطاقة؟ اوعى تقول لا. نيجيريا هتقول له يوجد بها
3% من مصادر الطاقة. يوجد بها 3% من مصادر الايه؟ الطاقة. طيب هنا رقم 2 بيقول لك ما النتائج المترتبة على تغطي الغابات ثلث مساحة نيجيريا؟ هتقول له أدى إلى كثرة إنتاج الأخشاب. يبقى يا مستر أحمد بتعمل إيه؟ بتاخد من الغابات وتنتج منها أخشاب. طيب السؤال هنا خريطة نيجيريا، الخريطة دي احتمال تجيلك في الامتحان، فركز قوي لأن ده من الخرائط المحتملة وقوعها في محافظة القاهرة. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. أنا بسجل الكلام دوت أهو يوم الخميس قبل العيد علشان تبقى أنت فاهم. يوم الخميس تقدر تشوف الفيديو ميعاده إمتى. أنا بقول لك نيجيريا من الخرائط المحتملة جدا بنسبة كبيرة إنها تيجي يا نيجيريا يا الهند. ألمانيا ممكن، بس عشان جت السنة اللي فاتت فاحتمال ما تجيش السنة دي، الله أعلم. بس نيجيريا من أكتر الحاجات المرشحة لينا كمدرسين إنها تيجي. بيقول لك هضبة جوز يمثلها رقم كام؟ طبعا هضبة جوز يمثلها رقم 2 لأنها في النص. يا رب يكون ده رقم 2 أهي، دي هضبة جوز، ديت هضبة جوز. طيب مدينة إبيدان يمثلها على الخريطة رقم 4، إبيدان رقم 4 أهي. طيب دولة بنين يمثلها على الخريطة رقم 1، دي دولة بنين أهي. طيب بما تفسر قلة السكان في دلتا النيل؟ السؤال ده جاي في الامتحان، خطير جدا، جاي في الامتحان. انا اللي بقول لك السؤال ده مهم جدا. بيقول لك قله السكان في دلتا النيجر ليه؟ ليه السكان بيقلوا في دلتا النيجر؟ هتقول بسبب وجود الغابات الاستوائيه، لان المناخ استوائي في الجنوب. وجود الغابات الاستوائيه بسبب وجود الغابات الاستوائيه والمناخ القاسي. والمناخ الايه يا صديقي؟ القاسي. طيب اللي بعده، السؤال ده لسه حله. ما العلاقه بين الموقع الفلكي والمناخ؟ هتقول بس احنا حليناه فين؟ حليناه يا مستر احمد نفس طريقه السؤال ده في دوله الهند. بيقول لك ما العلاقه بين الموقع الفلكي والمناخ؟ هتقول له مناخ نيجيريا ايه؟ لو انت عاوز تقول الموقع الفلكي قوله، كتر خيرك. مش عاوز تقوله ما تهبطش كتير عشان ارقام. طيب ايه المناخ في نيجيريا؟ هتقول معظم مناخ نيجيريا، معظم مناخ نيجيريا مداري ما عدا الجنوب مناخ استوائي. يبقى تقول له يا مستر احمد معظم مناخ نيجيريا مداري ما عدا الجنوب مناخ استوائي. شكرا. رقم 4، ما النتائج المترتبه على تمتع نيجيريا بساحل كبير على خليج غينيا؟ هتقول له زياده الثروه السمكيه. انا عايزك تحفظها. لو جالك في الامتحان قال لك ليه الدوله دي عندها ثروه سمكيه؟ هتقول بسبب طول سواحلها. طب لو جالك يا مستر احمد قال لك نيجيريا، الهند، الصين ليه عندها طول سواحل؟ قول له او ادى الى ايه؟ ادى الى زياده انتاجها من الثروه السمكيه. يبقى لو جال لك طول سواحلها، لو قال لك طول سواحلها قول له زياده الثروه السمكيه. ولو جال لك يا واد، لو جال لك ليه فيها صيد الثروه السمكيه؟ قول له بسبب طول سواحلها يا اخوي. طيب السؤال اللي وراه، صنف المحاصيل الزراعيه التاليه التي تنتجها نيجيريا حسب التوزيع الجغرافي. الله السؤال ده رخم بس ماشي. الذره الشاميه هتقول له في الوسط، اما المطاط في الجنوب لان المطاط دوت نبات استوائي. طيب الخريطه اللي وراها او التقييم اللي وراها بيقول لك امامك خريطه صماء لدوله نيجيريا، لاحظها ثم اجب عما ياتي. خليج غينيا يمثلها على الخريطه رقم كام؟ فين خليج غينيا يا مستر احمد؟ احنا قلنا 1 2 ده 3. خليج غينيا اهو رقم 3، ده خليج ايه؟ غينيا. طيب مدينه ابوجا، فين مدينه ابوجا؟ مدينه ابوجا اهي رقم 1. طيب دولة الكاميرون، دولة الايه؟ الكاميرون يمثلها على الخريطة رقم كام؟ طبعا دولة 2 اهي ديت الكاميرون. طيب بيقول لك دلل جغرافيا على صحة العبارات الآتية. يختلف توزيع السكان في نيجيريا من مكان لآخر. هل فعلا السكان بيختلفوا؟ طبعا. هتقول له يتركز السكان في نيجيريا بالذات، يتركز السكان في الوسط والغرب والشمال.
بينما بيقلوا فين؟ بيقلوا في الجنوب، ويقلوا في الجنوب بسبب المناخ الايه؟ بسبب المناخ الاستوائي. طيب السؤال اللي بعده، ما العلاقة بين مناخ نيجيريا والإنتاج الحيواني؟ هتقول له إيه العلاقة بين مناخ نيجيريا والإنتاج الحيواني؟ هتقول امتلاك. أثر المناخ بتاع نيجيريا على أثر المناخ المداري على امتلاك نيجيريا ثروة حيوانية. ثروة إيه؟ حيوانية بسبب توافر المراعي والحشائش. يبقى أثر المناخ على توافر المراعي والحشائش، طلع لهم حشائش فبقى عندهم ثروة حيوانية. رقم 4، ما النتائج المترتبة على اعتماد نيجيريا على الزراعة في المقام الأول؟ أي دولة بتعتمد على الزراعة في المقام الأول هتقول له أصبحت دولة نامية. أهو أصبحت دولة مالها يا مستر أحمد؟ نامية. هتقول له أصبحت نيجيريا دولة نامية. طيب صنف المحاصيل الزراعية التالية حسب التوزيع الجغرافي. احنا قلنا الذرة الرفيعة فين يا مستر أحمد موجودة؟ الذرة الرفيعة في الوسط. طيب الرز بيتزرع فين في نيجيريا؟ هتقول له في دلتا نهر النيجر. في دلتا نهر الايه؟ النيجر هي اللي بتزرع الرز. طيب الخريطة أو التقييم اللي وراه ده آخر تقييم. بيقول لك المحيط الأطلنطي يمثله رقم كام؟ هتقول له يمثله رقم 1. ده كده المحيط الأطلنطي أهو. 2، مدينة لاجوس. مدينة لاجوس يمثلها على الخريطة رقم كام؟ والله هو مدينة لاجوس المفروض هنا، يعني قول مثلا يمثلها على الخريطة رقم 2. طيب دولة النيجر، دولة النيجر يمثلها على الخريطة طبعا رقم 3. النيجر فوق اهي في الشمال. طيب ده للجغرافيا. وجود علاقات اقتصادية بين مصر، السؤال ده مهم جدا. وجود علاقات اقتصادية بين مصر ونيجيريا مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. اول ما يقول لك علاقات اقتصادية هتقول له تستورد وتصدر. هتقول له تستورد مصر، مصر بتستورد ايه؟ وهنا تصدر مصر، مصر بتصدر ايه؟ مصر بتستورد ايه من نيجيريا؟ هتقول له بتستورد الحبوب، الحبوب الزيتية. طيب مصر بتصدر ايه؟ بتصدر المواسير الألمنيوم، المواسير الألمنيوم. تعبتيني والله العظيم. مصر بتصدر لها المواسير الالومنيوم والفوسفات. طيب هنا العلاقه بيقول لك ما العلاقه بين القصدير وتوزيع السكان؟ هيقول له يتركز السكان، يتركز السكان في هضبة جوس بسبب استخراج القصدير. بسبب استخراج الايه؟ القصدير. السكان بيحبوا يتركزوا في هضبة جوس عشان بيطلعوا القصدير وبيكسبوا. اذا رقم 4 بيقول لك ما النتائج مترتبة على وجود انهار وبحيرات داخل نيجيريا؟ يعني لما بقى في انهار وبحيرات داخل نيجيريا ده ادى لايه؟ هتقول ساعد على الزراعة، ساعد على الزراعة. طيب رقم 5 بيقول لك صنف المحاصيل تنتجها نيجيريا حسب التوزيع الجغرافي. المطاط يا مستر احمد بردك المطاط موجود في الجنوب، اما الفول السوداني موجود في الوسط. طيب السؤال اللي بعده، طبعا المانيا معانا فعاوزين نجيب التقييمات بتاعتها. من اول هنا بسم الله. بيقول لك قدامك خريطه لالمانيا، البحر البلطي يمثله على الخريطه رقم. البحر البلطي بص، بحر بلطي، الدنمارك، بحر الشمال، يبقى تقريبا ده رقم 3. مش عارف شايفينه ولا لا. يبقى البحر البلطي موجود هنا يبقى رقم 3. طيب مدينه برلين يمثلها على الخريطه رقم كام؟ مدينه برلين يا صديقي رقم 1 اهي، ده رقم 1 مدينه برلين. طيب بيقول لك تستورد مصر من المانيا. مصر بتستورد ايه من المانيا؟ طبعا بتستورد الالات.
ما النتائج المترتبة على التوسع العمراني في السهل الساحلي الشمالي بألمانيا؟ هتقول أدى إلى تناقص الحشائش. يبقى هتقول له أدى إلى إيه؟ أدى إلى تناقص الحشائش. طيب رقم 4 بيقول لك بما تفسر تركز السكان في المدن الكبرى والمناطق الصناعية. هو ليه السكان بيحب يتركزوا في المناطق الصناعية الكبرى وفي المدن؟ هتقول بسبب توافر فرص العمل أهو. بسبب توافر فرص العمل. هتقول له بسبب توافر ايه؟ فرص العمل. طيب السؤال الاخير بيقول لك تنوع العلاقات الثقافيه. شفت السؤال ده صاحبي؟ بنسبه ان شاء الله 90% جاي في الامتحان بتاع اخر السنه لجميع المحافظات، اللي محافظه القاهره بالذات اللي هي عليهم المانيا، اي محافظه عليها المانيا. وافتكر كلمتي دي كويس وارجع لها. لو انت بتشوف الفيديو ده يبقى السؤال ده من نصيبك وتكتبه عندك وتأيده. بيقول لك في الامتحان تنوع العلاقات الثقافيه والعلميه بين مصر والمانيا. ايه نتيجه تنوع العلاقات الثقافيه والعلميه بين مصر والمانيا؟ هتقول له يا صديقي عملت مصر جامعه اسمها الجامعه الالمانيه. مصر قامت بجامعه اسمها الجامعه الايه؟ الجامعه الالمانيه، زائد المعهد الثقافي الالماني. مصر كمان بنت معهد اسمه معهد الثقافي الايه؟ الالماني، وكمان معهد الاثار الالماني. دي سؤال مهم جدا. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا امامك خريطه، بحر الشمال يمثله على الخريطه رقم كام؟ احنا قلنا بحر الشمال بحر بالت دنمارك، يبقى ده بحر الشمال اللي هو تقريبا 2 اهو، رقم 2. طيب دوله بولندا، بولندا يا مستر احمد بتمثلها رقم كام؟ والله يا صديقي بولندا هي في اليمين، تمام، بولندا تشيك، اما اللي جنب هولندا. طيب يبقى رقم تقريبا 3. تستورد مصر من مصر بتستورد ايه من المانيا؟ بتستورد السيارات. على فكره مصر بتصدر لالمانيا البترول والغاز الطبيعي. طيب السؤال اللي بعده، ما العلاقه بين تدفق الاستثمارات والصناعه الالمانيه؟ هتقول له ساعد تدفق الاستثمارات على ازدهار الصناعه الالمانيه. ادى تدفق الاستثمارات ادى الى ازدهار الصناعه الالمانيه في السيارات والالات والسفن. طيب بيقول لك بما تفسر تركز السكان في الاوديه على جانبي الانهار. هتقول له بسبب توافر الزراعه. هم ليه بيتركزوا على جانبي النهر؟ هتقول له بسبب توافر الزراعه او بسبب انها تربه خصبه صالحه للزراعه. السؤال رقم 5 بيقول لك دلل على صحه العباره تنوع المناخ في المانيا. هل المانيا متنوعه مناخيا؟ هتقول له عباره غير دقيقه، لان المناخ في نيجيريا مناخ غرب اوروبا. هتقول له مناخ نيجيريا ماله؟ غرب اوروبا. في درجه الحراره في الصيف، او تقول له عباره صحيحه، مناخ المانيا هو يتميز بمناخ غرب اوروبا. في الصيف بتكون درجه الحراره معتدله، اما في الشتاء يسقط الثلج في المانيا. يسقط الثلج يا مستر احمد، وغير كمان ان يسقط الثلج درجه الحراره ممكن توصل للصفر المئوي. طيب السؤال اللي بعديه، مدينه ميونخ على الخريطه. طب تعالى كده نشوف. بص هنا كده كلام. مدينه ميونخ على الخريطه، هو مش جايب خريطه اصلا، يعني هو مش جايب لي هنا خريطه في كتاب التقييمات. فاحنا هنسيبنا من السؤال ده ونخش على السؤال اللي وراه. بيقول لك تستورد مصر من المانيا. مصر بتستورد من المانيا ايه؟ البترول والغاز الطبيعي ولا الصناعات الكيميائيه طبعا زي الشامبو والبلسم والصابون والكلام ده. بيقول لك ما العلاقه بين النبات الطبيعي والانتاج الحيواني في المانيا؟ لو جالك سؤال زي ده بيقول لك ما العلاقه بين النبات الطبيعي والانتاج الحيواني في المانيا، هتقول له ايه يا صديقي؟ هتقول له ساعد النبات الطبيعي على وجود الحيوانات في ألمانيا. ساعد النبات الطبيعي على وجود الحيوانات في الملاية، أو هتقول له ساعد النبات الطبيعي على توافر المراعي أو الحشائش للنباتات في ألمانيا، للحيوانات في ألمانيا. طيب السؤال اللي بعد بيقول لك رقم 4 بما تفسر انكماش مساحة الحشائش في ألمانيا. يعني هنا بيقول لك ليه مساحة الحشائش في ألمانيا حصل لها انكماش؟ هتقول بسبب
الزحف العمراني. هتقول له بسبب ايه؟ بسبب الزحف العمراني ان هم بيجوا عند مناطق الحشائش ويبنوا عليها ايه؟ بيوت. طيب رقم 5 بيقول لك دلل. تعد المانيا من الدول الاقتصاديه الاولى في العالم. ليه يا مستر احمد؟ هتقول بسبب توافر مقومات، انا كتبت الكلمه دي اكتر ما كتبت اسمي، بسبب توافر مقومات الصناعه، تمام، وخاصه بعد الحرب، اهو بعد الحرب العالميه الثانيه. بعد الحرب العالميه يا صاحبي بدات المانيا تاخد بقى مقومات الصناعه، وبدات المانيا تظهر كدوله قويه. طيب انا كده تقريبا خلصت الجغرافيا. دي الولايات، انا قلت الولايات احل الخرائط بتاعها وهي كل الاسئله بتاعتها في فيديو لوحده، هي والبرازيل. التدريب الشهري برضو، تعال نشوف التدريب الشهري. نيجيريا واحد. برضك الارقام مش واضحه قوي، فانا هعمل لكم الامتحانات، يعني الامتحانات بتبقى ارقامها ايه؟ بتبقى ارقامها اوضح بكتير من كده، يعني الامتحانات بتبقى الارقام بتاعتها واضحه وباينه عن كده، عن الحاجه اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي. طيب انا دلوقتي هدخل في التاريخ، واول درس عندنا وهو ثوره 23 يوليو 1952. ويلا بينا، يلا بينا يا شباب نخش بقى في منهج التاريخ. غيرت التيشيرت بس علشان انا كنت مطبع من امبارح. نخش على التاريخ بقى ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. والفقره الاولى في اول درس في التاريخ. هنا يا صديقي بيقول لك اكتب المصطلح التاريخي الدال على عباره هي معاهده. معلش يا شباب اسف عندنا دي. هو محسن بتاع الاستوديو بقى اكيد بيتفرج عليا دلوقتي، الله يبارك له يعني. طيب بص يا سليم، بيقول لك ايه؟ هي معاهده جعلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالميه الثانيه واستنزاف مواردها. طبعا اول ما تلمح دي هتقول معاهده 1936. معاهده كام؟ 1936. وهتقول السبب معاهده 1936، وهتقول السبب هو سوء الاحوال الاقتصاديه. سوء الاحوال الايه؟ الاقتصاد. يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. طيب الاقتصاديه. طيب هنا بيقول لك بما تفسر هزيمه الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. هتقول رقم 1 بسبب مساعده الولايات المتحده لاسرائيل، بسبب مساعده الولايات المتحده الامريكيه لاسرائيل. 2 وضعف الجيش المصري. وما تنساش ان في الحرب فلسطين 1948 تمام الولايات المتحده الامريكيه ادت معلومات خطيره لاسرائيل خلتها تعمل ثغره في منطقه اسمها الدف رسوار. السؤال اللي بعده. طيب بيقول لك رقم 3 دلل على صحة العبارة نجحت ثورة يوليو 1952 لتحقيق أهدافها في القضاء على الاستعمار وأعوانه. هي إزاي ثورة 23 يوليو خلصت على الاستعمار؟ هتقول تم عقد اتفاقية الجلاء. تم عقد اتفاقية الجلاء عام 1954 في إنه إنجلترا، اتفاقية الجلاء مع إنجلترا ورحلها في خلال كام شهر؟ 20 شهر. ان انجلترا تمشي من مصر في خلال 20 شهر، وعملنا معاها اتفاقيه الجلاء عشان انجلترا تمشي سنه 1956. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ما رايك في موقف ثوره 1952 من انتشار ظاهره الاقطاع؟ طيب ما رايك في موقف ثوره، يعني ايه رايك في الموقف اللي عملته ثوره 1952 بالنسبه لظاهره الايه؟ الاقطاع. طبعا احنا عارفين ان الاقطاع ديت هي سيطره رجال الاعمال على جميع الاراضي الايه؟ الزراعيه. هي سيطره رجال الاعمال على جميع الاراضي الزراعيه. فانت هنا هتقول له ايه يا صديقي؟ هتقول له اعجبني بسبب انها صدرت او انها اصدرت قرار او قانون الاستصلاح الايه؟ الاستصلاح الزراعي. يبقى هتقول اعجبني ان الثوره طلعت قانون اسمه قانون الاستصلاح الزراعي، وفقا للقانون ده بيخلصوا بيه على ظاهره الاقطاع. بيقولوا ان
القانون بيقول تحديد ملكيه الارض الزراعيه في 200 فدان، ثم طلع قانون تاني ان هو يبقى ملكيه الارض 50 فدان، وده كان اسمه قانون الاستصلاح الايه؟ قانون الاستصلاح الزراعي. طيب السؤال اللي بعده. الفقره ب، اكتب المصطلح التاريخي ده. هو عدم انضمام الى اي من الكتلتين والشرقيه او الغربيه، دوت تعريف حركه اسمها عدم الانحياز. حركه اسمها عدم الايه؟ عدم الانحياز. ايه هي يا مستر احمد عدم الانحياز؟ ديت حركه عملتها دوله مصر، ديت حركه عملتها دوله ايه؟ مصر، في مؤتمر اسمه مؤتمر باندونج في اندونيسيا. الحركه دي او حركه عدم الانحياز مهمه جدا. السؤال رقم 2 بيقول لك بما تفسر اصدار قانون الاستصلاح الزراعي. هي ليه الثوره طلعت قانون الاستصلاح الزراعي؟ انا لسه شارحه. هتقول بسبب القضاء، بسبب القضاء على ظاهره الاقطاع. هتقول له للقضاء على ظاهره الايه؟ الاقطاع. طيب السؤال اللي هو رقم 3 بيقول لك دلل نجحت ثوره 23 يوليو في القضاء على الاقطاع. نفس الاجابه. بص هتجيب تقول له ايه؟ ازاي خلصت على الاقطاع؟ هتقول له عن طريق قانون الاستصلاح، عن طريق قانون الاستصلاح الايه؟ الزراعي. هتقول له عن طريق قانون اسمه قانون الاستصلاح الزراعي، وتحديد ملكية الأرض إلى 200 فدان ثم 50 فدان. طيب السؤال اللي وراه بيقول لك إيه؟ السؤال اللي وراه بيقول لك ما رايك في قرار تاميم شركه قناه السويس؟ هل القرار ده عجبك ولا لم يعجبك؟ انا من وجهه نظري تقول له في الامتحان ايه؟ تقول له لم يعجبني. اهو تقول له لم ايه؟ لم يعجبني. ثانيه واحده اهو، لم يعجبني. ليه يا مستر احمد لم يعجبني؟ هتقول له بسبب انه ادى الى اشتراك انجلترا في العدوان الثلاثي. يبقى ليه يا مستر احمد القرار ده مش عاجبك؟ لانه ادى الى اشتراك انجلترا في العدوان الثلاثي. يبقى يا مستر احمد ما رايك في قرار تاميم شركه قناه السويس عام 1956؟ القرار ده كان وحش. ليه؟ لان العدوان الثلاثي شاركت فيه 3 دول، شاركت فيه انجلترا وشاركت فيه كمان فرنسا وشاركت في اسرائيل. انجلترا شاركت في العدوان الثلاثي عشان احنا خدنا منها قناه الايه؟ السويس. يبقى لم يعجبني. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اكتب المصطلح. هو تنظيم، طبعا ده سؤال عبيط السؤال ده. هو تنظيم كونه الضباط الجيش المصري قبل ثوره للقضاء على الفساد، ده اسمه تنظيم الضباط الاحرار. تنظيم الايه؟ تنظيم الضباط الاحرار. تنظيم الضباط الايه؟ الاحرار. طيب بما تفسر بيقول لك مغادره الملك فاروق لمصر قبل الموعد، او بص قبل الايه؟ الموعد المحدد للثوره. هتقول له لانه ادرك، اهو لانه ادرك ان الجيش والشعب يكرهون حكمه. لانه ادرك ان الجيش والشعب بيكرهوا حكمه، علشان كده يا صديقي عمل ايه؟ علشان كده مشي وساب البلد قبل المده المحدده ليه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ده على صحه العباره. اتسم النظام الملكي بالفساد، اتسم النظام الملكي بالفساد قبل ثوره 23. ليه النظام الملكي كان فاسد؟ هتقول له بسبب كثره الرشاوي، بسبب كثره الرشاوي واستبداد الملك فاروق بالحكم. يعني ايه يا مستر احمد؟ هتقول له بسبب كثره الرشاوي واستبداد الملك فاروق بالحكم، يعني الملك فاروق كان كلمته هي اللي بتمشي، ملك مستبد. طيب السؤال رقم 4 بيقول لك ما رايك في مسانده ثوره يوليو 1950 للدول العربيه والافريقيه لنيل الاستقلال؟
بيقول لك لما ثوره 23 يوليو ساعدت الدول العربيه، ده اعجبك ولا لم يعجبك؟ من وجهه نظري لم يعجبني. طب ليه يا مستر احمد لم يعجبك؟ دي حاجه حلوه، المفروض في الامتحان اكتب له يعجبني. اقول لك يا صديقي انت نسيت، هتقول بسبب وقوف مصر بجانب الجزائر، بسبب وقوف مصر بجانب الايه؟ الجزائر، مما ادى الى اشتراك فرنسا، مما ادى الى اشتراك فرنسا في العدوان الثلاثي. يبقى يا مستر احمد ليه انت مش عاجبك ان مصر وقفت جنب الدول العربيه؟ هتقول لي ان احنا وقفنا جنب الجزائر وفرنسا اشتركت في العدوان بسبب كده انها اتضايقت مننا. طيب ده الدرس الاولاني التقييم. خش على الدرس الثاني اللي هو مصر والقضيه الفلسطينيه. طبعا ده الاداء الصفي، بس انا عايز احل دي. حل يا مستر احمد العدوان الثلاثي على مصر والعدوان الاسرائيلي من حيث ايه الاسباب. هو ايه اسباب العدوان الثلاثي؟ انا قلت اسباب العدوان الثلاثي 3. هتقول له انجلترا شاركت في العدوان بسبب تاميم قناه السويس، يبقى انجلترا شاركت بسبب تاميم قناه الايه؟ السويس. تاميم قناه السويس يعني خلينا قناه السويس مصريه. طيب رقم 2 فرنسا شاركت في العدوان ليه؟ فرنسا شاركت في العدوان عشان خاطر ان احنا وقفنا بجانب الجزائر. اما رقم 3 دوله اسرائيل شاركت في العدوان بسبب قيام مصر عقد صفقه اسلحه مع مين؟ مع الاتحاد السوفيتي. طيب نتائج العدوان الثلاثي فشل. ليه يا مستر احمد العدوان الثلاثي فشل؟ هتقول بسبب وقوف الشعب بجانب الجيش، بسبب وقوف مين؟ الشعب بجانب الجيش، وبسبب قيام الاتحاد السوفيتي او تنديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل لانهاء الحرب. الاتحاد السوفيتي كان بيهدد انه يتدخل ويقف معانا ضد مين؟ ضد ال3 دول دول. طيب العدوان الاسرائيلي ايه اسبابه؟ قامت مصر باغلاق خليج العقبه. قامت مصر باغلاق خليج الايه؟ العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه. لا حول الله يا رب. قامت مصر باغلاق خليج العقبه في وجه الملاحه الايه؟ الاسرائيليه. مصر قفلت خليج العقبه في وش اسرائيل، وكمان ارادت اسرائيل ان تجذب الشعوب العربيه لحرب غير مستعدين ليها. يبقى كم سبب؟ 2. طيب النتائج مش هو اسمه هنا عدوان 5 يونيو؟ النتائج هتقول له سيطره اسرائيل على 5 مناطق. ايه هم ال5 مناطق دول؟ سيطرت على القدس، سيطرت على غزه، سيطرت كمان يا مستر احمد على هضبه الجولان. فين؟ في سوريا. وكمان يا مستر احمد غير القدس وغزه وهضبه الجولان في سوريا، سيطرت على الضفه الغربيه لنهر الاردن. السؤال ده مهم جدا. وكمان سيطرت على شبه جزيره سيناء حتى الضفه الشرقيه. طيب السؤال اللي بعده ده الاداء الصفي، مش عايزها. مرحله الصمود وحرب الاستنزاف مهمه. مرحله الصمود دي يا صديقي او مرحله الصمود والتحدي هتقول او التصدي، هتقول رقم 1 عملنا معاهم معركه اسمها معركه راس العش، منعناهم ان هم يخشوا مدينه اسمها مدينه بور فؤاد. منعناهم انه يخشوا مدينه بور فؤاد. وكمان دمرنا حاجه اسمها المدمره ايلات. تدمير المدمره اللي اسمها المدمره ايه؟ ايلات، دي سفينه اسرائيليه. طيب مرحله الاستنزاف هتقول حصلت فيها مبادره اسمها مبادره روجرز. مبادره اسمها مبادره ايه؟ روجرز بوقف اطلاق النار. وقامت مصر ببناء حائط صواريخ على طول قناه السويس. طيب السؤال اللي بعده انا عايز التقييمات، تقييم الاسبوع اهو. طيب ده التقييم. بيقول لك اختر الاجابه. خرجت قرارات فرض الانتداب البريطاني على فلسطين في ابريل 1922. يبقى ده مؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو، وده مؤتمر مهم جدا. كان فين يا مستر احمد؟ في ايطاليا. طيب بيقول لك رقم 2 بما تفسر وقوف مصر الى جانب سوريا 1967. ليه مصر وقفت جنب سوريا؟ هتقول بسبب عقد اتفاقيه الدفاع المشترك، لان مصر كانت عامله مع سوريا اتفاقيه اسمها الدفاع الايه؟
المشترك. طيب رقم 3 بيقول لك ما النتائج التي ترتبط على عدم التزام اليهود بالهدنه خلال حرب فلسطين؟ يعني لما اليهود ما التزموش بالهدنه، فاكر الهدنه اللي كانت في حرب فلسطين ان هم يوقفوا الحرب لمده ايه؟ شهر. عدم التزام اليهود بالهدنه خلال حرب فلسطين 1948 ليه يا مستر احمد؟ النتائج هتقول له ادى الى هزيمه العرب. هتقول له ادى الى هزيمه الايه؟ العرب. طيب السؤال رقم 4 بيقول لك ماذا كان يحدث اذا وافقت اسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 242؟ هو قرار مجلس الامن رقم 242 كان بيقول ايه؟ كان بيقول انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتله. اهو انسحاب اسرائيل من الاراضي الايه؟ المحتله. هو كان بيقول انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتله، تمام؟ ده قرار مجلس الامن رقم كام؟ رقم 242. طيب لو اسرائيل كانت وافقت وانسحبت من سيناء هتقول له ايه؟ هتقول له لم يحدث او لم تحدث، تمام، معركه اكتوبر. هتقول له لم تحدث معركه ايه؟ اكتوبر، يعني ما كناش عملنا معاهم معركه اكتوبر وهزمناهم وطلعناهم من سيناء. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك مدينة عربية تم تقسيمها بين العرب واليهود عام 1948 هتقول له غزة. اتقسمت بين العرب. طب ليه يا مستر احمد انت ما قلتش القدس؟ عشان القدس ديت كانت منطقة دولية، ده في 1948. هنا بيقول لك بما تفسر فشل العدوان الثلاثي على مصر. ليه العدوان الثلاثي فشل؟ هتقول وده سؤال مهم جدا وما فيش امتحان بيخلو منه، واللهم اني بلغت اللهم فاشهد. ليه العدوان الثلاثي فشل؟ هتقول له رقم 1 بسبب وقوف الشعب بجانب الجيش. وقوف الشعب بجانب الايه؟ الجيش. ايه يا مستر احمد تاني؟ رقم 2 هتقول له بسبب تنديد الولايات المتحدة بالعدوان. يعني ايه يا مستر احمد تنديد الولايات المتحده بالعدوان؟ يعني الولايات المتحده الامريكيه بدات تفضح العدوان الاسرائيلي، بدات تندد بيه. يعني ايه تندد بيه؟ يعني تقول للعدوان ان انتوا ما ينفعش انتوا تعملوا تنديد الولايات المتحده بالعدوان. طيب رقم 3 من اسباب الفشل، رقم 3 تهديد الاتحاد السوفيتي. تهديد مين؟ الاتحاد السوفيتي بالتدخل لانهاء الحرب. يعني الاتحاد السوفيتي ديت اللي هي روسيا. انت دايما تتلخبط وتكتب لي في الامتحان سوريا، لا، الاتحاد السوفيتي اللي هي ايه؟ روسيا. هددت انها تقف، هددت بالتدخل لانهاء الحرب، عشان كده فشل. طيب السؤال الثالث بيقول لك دلل على صحه العباره توافقت اهداف بريطانيا وفرنسا واسرائيل ضد مصر خلال العدوان الثلاثي. هتقول له دلل. ايه دليلك؟ هتقول له اجابه صحيحه لان بريطانيا وفرنسا واسرائيل، تمام، كانوا يريدوا تدمير ايه؟ قوة مصر العسكرية. هتقول له لان اتفقت اهدافهم الثلاثه في ايه؟ في تدمير قوه مصر العسكريه. طيب رقم 4 ما رايك في تصريح وزير خارجيه بريطانيا في اللي اسمه بلفور؟ وعد بلفور طبعا 1917 احنا عارفينه، ده وعد طلعوا بلفور رئيس الوزراء بتاع دوله بريطانيا، وقال تتعهد بريطانيا بان تبذل مسعيها، يعني هتعمل كل اللي تقدر عليه لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. طيب هل الكلام ده يا مستر احمد ينفع؟ لا. ليه؟ لان الوعد دوت اتسمى وعد من لا يملك لمن لا يستحق. مين اللي هو لا يملك؟ اللي هي بريطانيا. بريطانيا لا تملك دولة فلسطين، يعني فلسطين مش بتاعتها. طيب لمن لا يستحق؟ مين يا مستر احمد هم اللي لا يستحقوا؟ اللي لا يستحق هم اليهود. يبقى وعد بلفور ما عجبكش ليه؟ هتقول له لانه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. تعال نكتبها اهو، لانه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. هتقول له لانه وعد من لا يملك لمن ايه؟ لا يستحق. طيب السؤال اللي بعده او الفقره اللي بعدها، الفقره اللي بعدها فقره ج. اختر اجابه الصحيحه مما بين قوسين. رغم ما جاء بقرار مجلس الامن رقم 242 لسنه 67 من الانسحاب من الاراضي المحتله عام 1967 الا انه لم يوضع موضع التنفيذ بسبب موقف مين؟ موقف اسرائيل طبعا. ليه يا مستر احمد؟ لان قرار رقم 242 هتقول له رفضته
اسرائيل. مين اللي رفضته يا مستر احمد؟ اسرائيل رفضت القرار، قالت انا مش هنفذه. العرب نفذوه لكن اسرائيل ما نفذتهوش. طب رقم 2 بيقول لك بما تفسر عقد حكومه الثوره بمصر صفقه الاسلحه والمعدات مع الاتحاد السوفيتي. ليه مصر عقدت صفقه اسلحه مع الاتحاد السوفيتي؟ هتقول لكسر احتكار السلاح. لكسر احتكار الايه؟ السلاح. ليه يا مستر احمد لكسر احتكار السلاح؟ دي الكتله الغربيه اللي هي انجلترا وامريكا وفرنسا ما كانوش راضيين يدوا لمصر اللي هو جمال عبد الناصر والسادات سلاح. فساعتها جمال عبد الناصر قام جاي واخد بعضه وراح لمين؟ راح للاتحاد السوفيتي وعقد معاهم صفقه ان هم يعملوا ايه يا مستر احمد؟ ان هم يديهم سلاح. يبقى يا مستر احمد ليه عملنا صفقه مع الاتحاد السوفيتي؟ هتقول لي كسر احتكار السلاح بس كده. طيب رقم 3 ما النتائج المترتبه على عرض بريطانيا قضية فلسطين على هيئة الأمم المتحدة؟ لما بريطانيا ودت القضية الفلسطينية على هيئة الأمم المتحدة ويا ريتها ما ودتها. ليه يا مستر أحمد أنت بتقول كده؟ لأن في 1947 الأمم المتحدة طلعت قرار بتقسيم فلسطين. يبقى هتقول له إيه؟ إصدار الأمم المتحدة قرار بتقسيم فلسطين. هتقول له قيام الأمم المتحدة بإصدار قرار بتقسيم فلسطين. طيب رقم 4 بيقول قرار بتقسيم فلسطين لإيه؟ تعال نقولها. أرض للعرب، أرض للإيه؟ للعرب، وأرض لليهود، تمام؟ والقدس منطقة دولية. القدس دي هتبقى إيه؟ منطقة دولية. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك رقم 4 ما العلاقة بين حرب الاستنزاف ومبادرة روجرز؟ صلي على النبي. هتقول له ايه؟ هتقول له مبادرة روجرز دي هي ايه العلاقة؟ حرب الاستنزاف احنا كنا بنضرب بناء مصر حائط صواريخ. هم طبعا اسرائيل كانت ساعتها بتبني خط اسمه خط بارليف، بتبديه عندنا الناحية الثانية علشان ما نعديش. فايه اللي حصل؟ اللي حصل يا صديقي ان مصر بنت حائط صواريخ وبقت بتضرب على مين؟ بقت بتضرب على طول على مين؟ على قناه السويس، على قناه السويس اللي هو خط ايه؟ خط بارليف. مصر بنت حائط صواريخ وضربت على خط ايه؟ بارليف. ساعتها روجرز طلع اتكلم وقال يا مصر بطلي تضربي على خط بارليف. يعني حاجه كده تحرق الدم، اللي هو بيفكرني برايا وسكينه. رايا كانت بتقول ايه؟ بنت الذين وانا بخنقها عضتني، تقولش عدوتها. هو نفس الفكره. روجرز طلع قال ما تضربوش على اسرائيل عشان ما تحموش ارضكم بس كده. فهنا بيقول لك ما العلاقه بين حرب الاستنزاف ومبادره روجرز؟ هتقول له ايه يا مستر احمد هنا؟ ما العلاقه بين حرب الاستنزاف ومبادره روجرز؟ هتقول بسبب قيام مصر ببناء حائط صواريخ على طول قناه السويس مما أدى إلى قيام مبادرة روجرز بوقف إطلاق النار. بوقف إطلاق الإيه؟ النار. طيب يبقى هتقول له بسبب قيام مصر ببناء حائط صواريخ على طول قناه السويس مما ادى الى قيام مبادره روجرز بوقف اطلاق النار. انا كده خلصت الدرس ده. نخش على درس حرب اكتوبر، الدرس الرخم اللي انتوا بتتخنقوا منه في الامتحان. بص يا اسطى كده، اراهنك على حاجه. هو انت جايلك في الامتحان، وافتكر انا الكلمه دي، انت يا اما جايلك في الامتحان احمد اسماعيل، يا اما جايلك في الامتحان يا اما احمد اسماعيل، يا اما سعد الدين الشاذلي، يا اما محمد عبد الغني الجمصي، يا اما عبد المنعم رياض. يا اسطى انا بص على اللي انت عايزه يا اسطى، على اللي انت عايزه. ابقى افتكرني وتعالى يلا في الفيديو ده تاني. انت لو شفت الفيديو ده بقى ربنا بيدعي لك والله العظيم يا ابني. لو شفت الفيديو ده يبقى ربنا سبحانه وتعالى رايد لك خير. ليه؟ وانت بتقلب كده ربنا رايد لك خير. ليه رايد لك خير يا صاحبي؟ ولو بتحب حد صاحبك ابعت له الفيديو، لان الفيديو ده والله ما يطلع منه الامتحان. كل اللي انا قلته في الفيديو دوت جاي لك في الامتحان وعلى رهان. هنا بيقول لك يا مستر احمد اسماعيل عمل ايه؟ لو جالك في الامتحان قال لك احمد اسماعيل عمل ايه يا مستر احمد؟ هتقول له عمل خطه الخداع وخد وسام اسمه نجمه سينا. طيب سعد الدين الشاذلي يا مستر احمد، سعد الدين الشاذلي عمل ايه؟ هتقول له عمل خطه العبور واتكرم في الذكرى رقم 39 من الاحتفال بقناه السويس وخد قلاده اسمها قلاده النيل العظمى. محمد عبد الغني الجمصي التوقيتات. قول له التوقيتات اهو، التوقيتات. التوقيتات. طيب
خش على اللي بعده. انا عايز التقييمات عشان هو الوزير قالت واجب جاي من الامتحان جاي من التقييمات. بيقول لك اكتب اسم الشخصيه تولى القياده العامه الموحده القوات المصريه السوريه. قياده عامه موحده يبقى احمد اسماعيل. يبقى احمد والله انا تعبت مش عارف، انا ما بقتش فاهم القلم ده والله العظيم، يعني انا ما بقتش فاهم القلم ده. احمد اسماعيل. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك بما تفسر احداث ثغره في منطقه الدفرسوار. بيقول لك ليه؟ دي اللي انا اتكلمت عنها. ليه حصلت ثغره في منطقه الدفرسوار؟ هتقول بسبب مساعده الولايات المتحده لدوله مين؟ لدوله اسرائيل. هتقول بسبب مساعده مين؟ الولايات المتحده الامريكيه لدوله اسرائيل، واعطتها معلومات مما جعلها تعمل ثغره في منطقه الدفرسوار. طيب الدفرسوار دي منطقه احنا كنا بنشيل فيها سلاح على فكره. طيب حدد بدأ صحه العباره. الانتصار على اسرائيل في حرب اكتوبر بدأ باعداد الجبهه الداخليه. الجبهه الداخليه دي مهمه جدا جدا جدا. انور السادات عمل ايه؟ هتقول له اصدار دستور جديد اهو، اصدار دستور جديد 1971 زائد تقويه الجيش اهو، تقويه الجيش المصري زائد تقويه الجيش المصري زائد يبقى اصدار دستور جديد 1971 تقويه الجيش المصري زائد كمان يا مستر احمد غير تقويه الجيش المصري هتقول له رفع الرقابه عن الصحف. يعني خلينا الصحف تكتب اللي هي عايزاه. رفع الرقابه عن الصحف. كمان يا مستر احمد هتقول له القضاء على مراكز القوه. يعني ايه القضاء على مراكز القوه؟ النقط اللي هي كانت اسرائيل قويه فيها في سيناء احنا خلصنا عليها، وكمان الشخصيات الرخمه اللي كانت بتحبط في الشعب المصري احنا خلصنا عليها. ده انور السادات. طيب رقم 4 بيقول لك حدد وجه الشبه بين نظريه الامن الاسرائيلي على الجبهه المصريه والجبهه السوريه. صلى على النبي. نظريه امن اسرائيل ساعتها كانت خايفه جدا من مصر، عشان كده عملت على الجبهه المصريه خط اسمه خط برليف او خط بارليف. طيب والجبهه السوريه عملت خط اسمه خط الوان. خط ايه؟ الوان. الخط ده بيبقى مش خط لا، الخط ده بيبقى ساتر ترابي، يعني مبنى كده ترابي معمول على طول القناه علشان يمنع، عامل زي سور المدرسه كده، عشان يمنع ان حد يخش من ايه؟ يخش يعدلهم. خط بارليف عند مصر وخط الوان عند سوريا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك شارك في وضع خطه العبور. خطه العبور يبقى سعد الدين الشاذلي من غير ما تكمل اهو، ما دام خطه العبور هتبقى مين؟ سعد الدين الشاذلي. طيب اهو سعد. طيب بيقول لك بما تفسر انهت حرب اكتوبر حاله اللا سلم ولا حرب. ليه انهت حرب اكتوبر؟ هتقول بسبب قوه الجيش المصري وهزيمه إسرائيل واستعادة الأراضي المصرية. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك رقم 3 دلل دارخان على صحة العبارة تعددت أشكال الدعم العربي لمصر وسوريا في حرب أكتوبر. طب هتقول له الدعم العربي لمصر وسوريا، هما الدول العربية دعمت مصر ازاي؟ هتقول دعمتنا عسكريا عن طريق اعطاء السلاح. دول ادتنا السلاح زي الجزائر وزي السعوديه والامارات وتقريبا السودان، وكمان ساعدتنا ماليا زي الامارات والسودان والسعوديه رقم 4 بيقول لك ما العلاقه بين هيئه عمليات القوات المسلحه المصريه والانتصار في حرب اكتوبر؟ هتقول له يا صديقي قيام محمد عبد الغني الجمصي بتحديد اهم العمليات والتوقيتات، بلاش العمليات، تحديد اهم التوقيتات لحرب اكتوبر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك قام باعداد دراسات عن انسب التوقيتات. ده طبعا محمد عبد الغني اهو، محمد عبد الغني الجمصي.
بيقول لك ما تفسر اندلاع حرب اكتوبر عام 1993. ليه حرب اكتوبر قامت؟ هتقول له بسبب رفض اسرائيل اهو، بسبب رفض اسرائيل الانسحاب من الاراضي المحتله اهو، بسبب رفض الاسرائيلي الانسحاب من الاراضي الايه؟ المحتله. طيب رقم 3، حدد مدى صدق العباره انهت حرب اكتوبر نظريه الامن الاسرائيليه. تاني، انهت حرب اكتوبر نظريه الامن الاسرائيليه، هتقول عن طريق تدمير خط بارليف. طيب 4، ماذا يحدث إذا لم تستخدم الدول العربية البترول كسلاح في حرب أكتوبر؟ طبعا احنا عارفين ان البترول اللي هو النفط، سلاح اسمه النفط. السعودية، أمريكا راحت تستلف من السعودية بترول علشان تبعت لإسرائيل، ساعتها السعودية حظرت بيع البترول على الولايات وقللت إنتاج البترول مما أدى لارتفاع سعره. طب هنا بيقول لك ماذا كان يحدث إذا لم تستخدم الدول العربية البترول كسلاح في حرب أكتوبر؟ هتقول له إيه؟ هتقول له لم تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن مساعدة إسرائيل. ما كانتش الولايات هتتوقف عن مساعدتها لمين؟ لإسرائيل. طيب السؤال اللي بعده، التقييم. طيب بيقول لك تم توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 في مدينة، هنقول في مدينة واشنطن. في مدينة إيه؟ واشنطن. طيب بيقول لك 2، آية بالأدلة التاريخية التزمت إسرائيل بحل النزاعات بالطرق السلمية مع مصر بعد معاهدة السلام. هتقول تنفيذ قرار انسحابها من مدينة طابة وفقا لقرار المحكمة العليا. يبقى هتقول له يا مستر أحمد تنفيذ قرار انسحابها من مدينة طابة وفقا للقرارات العليا. مدينة طابة سنة 1989 تمام، إسرائيل انسحبت ونفذت قرار المحكمة ان احنا قلنا طابة دي بتاعتنا وحلينا الأمور بالمحكمة. طيب السؤال اللي بعده اهو، ماذا كان يحدث اذا رفضت اسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل؟ هو ايه اللي حصل لو اسرائيل قد رفضت تنفيذ قرار محكمة العدل؟ هتقول مثلا عدم الانسحاب من مدينة طابة، تمام، عدم الانسحاب من مدينة ايه؟ طابة، وهنسمي ديت رقم 1. رقم 2، لعادة الحرب مرة أخرى. الحرب كانت هترجع مرة أخرى، عدم انسحاب إسرائيل من مدينة طابة كده. ما رأيك في بنود معاهدة السلام 1979؟ أعجبني ولا لم يعجبني؟ هتقول أعجبني مثلا لأنها أنهت الحرب بين إسرائيل والدول العربية. لأنها أنهت الحرب بين مين ومين؟ بين إسرائيل والدول العربية. طيب نموذج ب، اكتب اسم المدينة. هو هنا بيقول لك عقد مؤتمر للسلام على اساس الارض مقابل، ما دام الارض مقابل السلام ده يبقى ده مؤتمر مدريد، اتعمل في مدينه مدريد في دوله اسبانيا. ماذا كان يحدث اذا لم يتم توقيع معاهده السلام بين مصر؟ لو ما كانتش اتمضت معاهده ايه؟ السلام. هتقول له ايه؟ لاستمرت الحرب بين الطرفين. لاستمرت الحرب بين الايه؟ الطرفين، الحرب كانت تفضل مستمره. طيب رقم 3 بيقول لك دلل على صحه العباره، تعد زياره الرئيس السادات لاسرائيل حدثا هاما. هو الرئيس السادات سافر لاسرائيل ليه؟ علشان يعمل معاهده السلام. يبقى ليه تعد زياره الرئيس السادات لاسرائيل حدثا مهما؟ هتقول لانها مهدت لحدوث معاهده 1979. طيب ما رأيك أو مهدت لأحداث معاهدة السلام بين الطرفين؟
طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ما رايك في مساندة مصر لحقوق الشعب الفلسطيني؟ ايه رايك في ان مصر ساندت حقوق الشعب الفلسطيني؟ هتقول اعجبني بسبب مشاركة مصر في، هتقول له بسبب مشاركة مصر في مؤتمر مدريد 1991 واتفاقية أوسلو 1993. الاتفاقيتين دول مهمين جدا. السؤال اللي بعده بيقول لك مدينة عدد الاستادة المصرية 1989، هتقول له مدينة طابة، لسه قايلينها فوق. طيب حدد مدى صحة العبارة استخدمت مصر عدة طرق لاستعادة أراضيها المحتلة بعد عام 1967. 67 ديت اللي هو العدوان الإيه؟ العدوان الإسرائيلي، برافو عليك، اللي هو 5 يونيو. هل مصر استخدمت طرق؟ هتقول له هتقول له لجأت مصر لمجلس الأمن وأصدر قرار رقم 242 بانسحاب إسرائيل ولكنها لم تلتزم. يعني مصر راحت لمجلس الأمن بعد العدوان وقالت عاوزين نطلع قرار، فقال جاي مطلعه قرار رقم 242 بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، ولكن إسرائيل لم تلتزم بالقرار. طيب رقم 3 بيقول لك دلل على صحة العبارة. اختيار السلام بين الدول يعود بالنفع على الوطن العربي. هنا ده تعريف مزايا السلام، هتقول له مزايا ايه؟ مزايا تحقيق السلام. طيب ايه هي يا مستر احمد مزايا تحقيق السلام؟ هتقول له ادى الى دفع عجلة التنمية، دفع عجلة الايه؟ التنمية. وكمان غير دفع عجلة التنمية يا صديقي، وكثرة المشروعات والاستثمارات. طيب كمان تنشيط السياحه. هنا بيقول لك ما رايك في مبادره رئيس السادات لزياره اسرائيل لانهاء الصراع؟ هتقول له اعجبني، نفس اللي احنا قايلينها فوق، هتقول اعجبني لانها مهدت الى حدوث معاهده سلام. عايز تكمل له بقى وعايز تكملي له كملي له، عاوز تكمل له تقول له بقى حيث قام رئيس الولايات المتحده الامريكيه كارتر بدعوه الرئيس السادات ومناحم بيجين في كامب ديفيد وعملوا معاهده السلام. عايز تقول له الكلام ده كله في الحته دي قولها له، عاوز تكتفي بدي اكتفي بدي. طيب السؤال اللي بعده او الدرس اللي ورا بتاع ثوره 25 يناير، انا عاوز التقييم. يا تقييم اهو التقييم الاسبوعي. تم اسناد حكم مصر عقب الرئيس محمد مرسي لمين؟ بعد محمد مرسي مسك عدلي منصور على طول. مين عدلي منصور ده؟ ده رئيس المحكمة الدستورية العليا. ده رئيس المحكمة الدستورية الايه يا صديقي؟ العليا. طيب رقم 2 بيقول لك بما تفسر اعتبار الانتخابات البرلمانية 2010 مخالفة لإرادة الشعب المصري. انتخابات 2010 كانت من أسباب الثورة، هتقول له بسبب تزوير الانتخابات. بسبب تزوير الايه؟ الانتخابات وفوز الحزب الوطني، او فوز الحزب الوطني بنسبة 98% او 97% من الاصوات عام 2010. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك رقم 3 ما النتائج التي ترتبت على التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة؟ سياسة الخصخصة كانت سبب من اسباب ثورة 25 يناير، هتقول له ادى الى ارتفاع الاسعار. ادى الى ارتفاع الاسعار. ادى الى ايه؟ ادى الى ارتفاع الاسعار وزيادة البطالة. ادى الى ارتفاع الاسعار وزيادة البطالة بين الشعب. وسياسة الخصخصة دي مهمة. طيب ما رأيك فيما عرف باللجان الشعبية خلال أحداث ثورة 25؟ هتقول أعجبني لأن اللجان الشعبية دي كانت أهلي وأهلك اللي هو عيلتي وعيلتك كانوا بينزلوا الشوارع ويعملوا اللجان الشعبية لحفظ الأمن والأمان. أهو لحفظ، أعجبني لأنها كانت تحافظ على الأمن والأمان. طيب السؤال اللي بعده مجموعة ب
تنحى الرئيس حسني مبارك عن حكم مصر وسلم إدارة البلاد لمين؟ أكيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بما تفسر أهمية يوم 11 فبراير في حياة الشعب المصري، هتقول له لأنه في هذا اليوم او مثلا ايه، تقول لانه في هذا اليوم، هو اليوم 11 فبراير 2011 ده كسبت الثوره، يعني انتصر واستقال الرئيس حسني مبارك، انه هذا في هذا اليوم تحققت مطالب ثوره 25 يناير 2011 واستقال مين؟ واستقال محمد حسني مبارك. السؤال رقم 3 بيقول لك ماذا كان يحدث اذا قبل الرئيس محمد مرسي اجراءات انتخابات؟ لو كان رئيس محمد مرسي قرر ان هو يعمل انتخابات مبكره، هتقول له لم تحدث ثوره 2013 ضده، ما كناش عملنا ثوره ضده وكان مشي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ما رايك في بيان القوات المسلحه يوم 23 يونيو 2013؟ هتقول له اعجبني لانه وقف بجانب الشعب لتحقيق مطالبه. عجبني لان هم في البيان دوت جه يقول لمحمد مرسي ان انت تمشي وتسيب السلطه وتسلم سلطتك في خلال كذا يوم اللي هو للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، وبالفعل بناء عليه اعجبنا انه وقف بجانب الشعب. طيب السؤال اللي بعده، صدور دستور العام 2014 خلال حكم الرئيس 2014 ده الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي حبيبنا ده. رقم 2 بما تفسر بيان القوات المسلحه المصريه يوم 23 يونيو 2013؟ ليه القوات المسلحه المصريه طلعت البيان بتاع بيان 23 يونيو 2013؟ هتقول لتجنب اخطار الثوره. هو عمل كده، القوات المسلحه طلعت البيان ده علشان تهدي الشعب المصري شويه، يبقى لتجنب اخطار الثوره وتنفيذ مطالب الشعب اهو، ولتنفيذ مطالب الشعب. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك دل على صحه العباره حافظ الشعب المصري على امن مصر اثناء ثوره 25 يناير. هل العباره ديت صحيحه ولا لا؟ هتقول له عباره صحيحه حيث قام الشعب باللجان الشعبيه. الشعب عمل حاجه اسمها اللجان الايه؟ اللجان الشعبيه. طيب رقم 4 بيقول لك ما رايك في تزوير الانتخابات البرلمانيه لمجلس الشعب؟ هتقول له لم يعجبني بسبب لم يعجبني ليه؟ بسبب انه كانت سبب من اسباب قيام ثوره 25 يناير 2011. يعني هتقول له لم تعجبنا انها كانت سبب من اسباب قيام ثوره 25 يناير 2011. طبعا ده امتحان شهر، ده مش التقييمات، انا عاوز التقييمات ديت اسئله امتحان الشهر. طيب هات لي التقييمات، التقييم الاسبوعي اهو. اول وزيره للشؤون الاجتماعيه في مصر 1962 هتقول له حكمه ابو زيد. يا حول الله يا رب. هتقول له حكمه ابو زيد، وعلى فكره حكمه ابو زيد ديت مسكت في عهد جمال عبد الناصر. طيب اكتب صواب او خطا تكون مجلس شورى النواب في عهد سعيد. طبعا غلط، مجلس شورى النواب اتكون في عهد الخديوي اسماعيل وهتكتب له سنه 1866. طيب هنا بيقول لك الاداره المحليه في مصر ضمن عناصر السلطه التشريعيه، صوب ما تحته خط. الاداره المحليه في مصر ضمن عناصر السلطه التشريعيه، هتعمل دوريه على الاداره المحليه وهتكتب له مجلس النواب، هو ده اللي ليه سلطه تشريعيه يعني بيطلع قوانين. طيب رقم 4 بيقول لك شهد الفتره من 1971 1980 ارتفاع مكانه المراه. هتقول له نعم اكيد. هتقول له لانها كان لها الحق في الترشح لمجلس النواب وتقلدت، يعني مسكت يعني الوظائف الايه؟ الوظائف العليا كوزيره
للشؤون الاجتماعيه. طيب بيقول لك ما رايك في دور منظمات المجتمع المدني؟ السؤال ده جه في امتحانات كتير قوي. ما رايك في دور منظمات المجتمع المدني للمواطن المصري؟ هتقول مكافحه الارهاب، مكافحه الارهاب وتقويه شعور المواطن بحب الوطن. طيب السؤال اللي بعده رقم ب، الفقره اللي بعدها فقره رقم ب، بيقول لك تمثل السلطه القضائيه حاليا في مصر ايه؟ ايه هي السلطه القضائيه؟ هتقول له المحاكم. تمثلت السلطه القضائيه في المحاكم. طيب اكتب كلمه صواب او كلمه خطا قامت حكومه ثوره يوليو بحل الاحزاب السياسيه القائمه انذاك. هتقول له اجابه صحيحه. ليه يا مستر احمد؟ لان الاحزاب السياسيه مع التصويب قامت حكومه ثوره يوليو بحل الاحزاب، ثوره يوليو 1952 بحل الاحزاب السياسيه القائمه انذاك. هتقول له نعم، لانها كان في ما بينهم صراع وده كان بيضيع الحياه الديمقراطيه في مصر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك برضه صوب. في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عين الرئيس جمال عبد الناصر عائشه راتب وزير الشؤون الاجتماعيه؟ لا. هتغير جمال عبد الناصر وهتكتب انور السادات. طيب تميزت الفتره من 1981 وحتى الان بتغيرات جوهريه ملموسه للنهوض بالمراه. هتقول تم انشاء المجلس القومي للمراه. وهتقول له كمان وتقلدت، يعني مسكت الوظائف العليا. يبقى تقلدت الوظائف الايه؟ العليا. طيب ما المقصود بالمصطلح التاريخي الآلي؟ يعني ايه كلمه برلمان؟ كلمه برلمان يا صديقي في تعريفها هو كلمه تطلق، يعني معنى كلمه برلمان هو كلمه تطلق على المجالس النيابيه التي لها سلطه تشريعي. هي كلمه تطلق على المجالس النيابيه اللي لها سلطه ايه؟ تشريعيه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اول مجله نسائيه، طبعا مجله الريحانه اللي عملتها جميله حافظ. طيب هنا بيقول لك يمثل مجلس النواب سلطه تنفيذيه؟ طبعا غلط، مجلس النواب عنده سلطه تشريعيه. بيقول لك صوب. شغلت جميله حافظ منصب رئيس اللجنه التشريعيه؟ طبعا غلط، مش جميله حافظ. امال يا مستر احمد؟ هتقول له امال عثمان. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك دلل. ساهمت المراه المصريه في الدفاع عن حقوقها ومكانتها في العقد الاول من القرن العشرين. طب القرن العشرين ده احنا قلنا هننقص واحد ونحط صفرين، يعني هو لما يقول لك هنا 20 نقص واحد بقت 19 وحط صفرين. بيقول لك العقد الاول يعني 1900 وايه؟ و10. بيقول لك دلل تاريخيا ساهمت المراه المصريه في الدفاع عن حقوقها ومكانتها في العقد الاول اللي هو اول 10 سنين من القرن العشرين. هتقول له نعم بانشاء مجله الريحانه. هتقول بانشاء مجله او اول مجله نسائيه وهي الريحانه لجميله حافظ. اللي عملتها مين؟ جميله حافظ. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك صدور دستور 56 بالنسبه للمراه المصريه. هتقول اعطى لها الحق، اهو اعطى لها الحق في الترشح لمجلس النواب. يبقى هتقول له اعطى لها الحق في الترشح لمجلس النواب، يبقى من حق المراه انها تترشح لمجلس النواب. نخش على اخر درس معانا في التقييمات بتاعته اللي هو درس المنظمات، اهو المنظمات الدوليه والاجتماعيه. طيب احنا عاوزين التقييم، التقييم الاسبوعي. اعلى سلطه داخل جامعه الدول العربيه هو طبعا مجلس الجامعه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك كانت منظمه الصحه العالميه في ابريل 1948 مقرها روما في ايطاليا. طبعا غلط، منظمه الصحه العالميه مقرها جنيف في سويسرا. طيب هنا السؤال بيقول لك بما تفسر مجلس الامن من اهم الاجهزه للامم المتحده. هتقول له لانه يحافظ على السلام والامن بين الدول. بيقول لك لمصر دور واضح في انشاء منظمه جامعه الدول العربيه. هتقول دلل على الكلام ده. هتقول ساهمت مصر بعقد مؤتمر عربي عام 1945 في القاهرة لإنشاء
الجامعة العربية المتحدة. طيب ما المقصود بمنظمة إقليمية؟ المنظمة الإقليمية في تعريفها هي مجموعة من الدول، بس بشرط تكون المشتركة، أو يكون هي مجموعة من الدول المرتبطة بينهم بروابط معينة. مرتبطة بينهم بروابط ايه؟ معينة. يبقى بيقول لك ايه هي المنظمة الإقليمية؟ هي مجموعة من الدول مرتبطة بينهم أو مرتبطين في روابط معينة، يعني لازم تكون ما بينهم حاجة مشتركة، زي الاتحاد الأفريقي، زي جامعة الدول العربية كلهم عرب، زي منظمة المؤتمر الإسلامي. طيب هنا يا مستر أحمد بيقول لك يوجد مقر محكمة العدل الدولية في إيطاليا. طيب هنا بيقول لك اكتب كلمة صواب أو خطأ. أكدت رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي على أهمية دور المرأة الأفريقية. طبعا صح. هنا بيقول لك بما تفسر إنشاء منظمة اليونسكو. هم ليه عملوا منظمة اليونسكو؟ لتقوية العلاقات، بين الدول، والحفاظ على المناطق الأثرية، الأثرية. طيب رقم 4 بيقول لك دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية: لمنظمة الأمم المتحدة أدوار معددة لا تقتصر على الدور السياسي. منظمة الأمم المتحدة إيه أدوارها يا مستر أحمد؟ إيه هي أدوار منظمة الأمم المتحدة؟ هتقول له أدوار منظمة الأمم المتحدة هي المحافظة. هتقول له المحافظة على حقوق الإنسان ونشر السلام. هنا بيقول لك يوجد مقر محكمة العدل الدولية. احنا خد بالك عشان هنا بيقول لك يوجد مقر، احنا عملناها ايطاليا، لا هي لاهاي في هولندا اهو، لاهاي في هولندا، عشان احنا كنا بنحل بسرعة بس. يبقى هنا المحافظة على حقوق الإنسان ونشر السلام. هنا بيقول لك ما المقصود بالمصطلحات التاريخية الآتية؟ ايه تعريف المنظمة الدولية؟ هي نفس التعريف اللي احنا كاتبينه فوق، هي مجموعة من الدول لا يشترط وجود روابط بينها. طيب هنا نخش على النموذج رقم ج. بيقول لك تولت ايه رئاسة الاتحاد الافريقي؟ طبعا مصر. تقتصر اهداف جامعة الدول العربية على الجوانب السياسية؟ طبعا لا، جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية بتقوي العلاقات. بما تفسر الامم المتحدة منظمة دولية؟ بيقول لك ليه الامم المتحدة منظمة دولية؟ هتقول له لانها تضم كثير من دول العالم، لانها تضم كثير من دول الايه؟ العالم، فتبقى منظمه دوليه. دليل تاريخيا او لانها تضم كثير من الدول العالم التي لا يوجد بينها روابط. طيب السؤال رقم 4 بيقول لك دليل تاريخيا على صحه عباره آتية: قامت منظمه اليونسكو بدور ثقافي. هتقول له حاجتين: انقذت معبد ابو سمبل، انقذت معبد ابو سمبل من الغرق. انقذت معبد ابو سمبل من الايه؟ من الغرق، زائد احياء مكتبة الاسكندرية. يبقى مستر احمد منظمة اليونسكو عملت المصر. هتقول له 1 انقذت معبد ابو سمبل من الغرق، 2 احياء مكتبة الاسكندرية. هنا بيقول لك ما المقصود بالمصطلحات التاريخية الآتية؟ الامم المتحدة. ايه هي تعريف الامم المتحدة؟ هتقول هي منظمة دولية، هي منظمة دولية نشأت من أجل التنمية الاقتصادية ونشر السلام وحقوق الإنسان على مستوى العالم. يبقى هي منظمة دولية نشأت من أجل التنمية الاقتصادية ونشر السلام وحقوق الإنسان على مستوى العالم. وبكده يبقى احنا خلصنا تقييمات الكتاب بالكامل. لو وصلت لهنا يا صديقي عايزك تصلي على النبي وانا حليت معاك تقييمات. وتنساش ان احنا سلسله فيديوهات. انا حليت النهارده التقييمات كلها بتاعت المنهج، كل تقييمات المنهج من الالف الى الياء، زائد كمان يا صديقي
هننزل لك 5 فيديوهات او 6 فيديوهات، كل فيديو فيه امتحان. الامتحان دوت يا صديقي هيكون عباره عن ايه يا مستر احمد؟ هيكون عباره عن امتحان متوقع لاخر السنه، اسئله متوقعه. ما تنساش كمان فيديو الخرايط. ويا رب يا رب يا رب اشوفك في اولى ثانوي على خير، وبرضك القناه عندنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش لو وصلت لهنا انزل صلي على النبي في الكومنتات وعرفني بوجودك يا بطل. سلام.